والدي يمكن قال لي جمله واحده، مم. والدي في حياته كلها قال لي جمله واحده، فعلا بعتبرها برضه دي يعني كلمه مهمه نقطة تحول يعتبر. لكل جيل في الهندسه. فعلا بقول لكم قبل ما تحل المشكله شوف روس المشكله فين، شوف اساس المشكله فين، اذا لقيت الاساس هتحل المشكله. وفعلا دي مهمه جدا. بنت يونانيه بتاخد مرتب اعلى من الرئيس بتاعنا، هو اللي بيقول أيوة. انا بديها مرتب اعلى مني. دي بتشتغل في الشهر كله 20 ساعه، في الشهر 20 ساعة. بديها مرتب اعلى مني، فرحان ب 20 ساعه، واحنا بنشتغل كل يوم 7 8 ساعات. ليه؟ عشان بتعمل عمل فني ما حدش يعمله. حبه للشركه فوق الوصف. نبقى كنا قاعدين في نادي شركه النصر كده، قاعدين بالليل في النادي بنشرب شاي وبنتكلم، والمحافظ قاعد معانا وكلام من ده. ابص عليه قام خرج. ايه يا حاج راح فين؟ راح ابص على الشعله. ممكن هناك الاستاذ يمتحن ابنه ويسقطوا. نجح الواد، راح الشركه خد لقب مهندس، كان بياخد مبلغ معين، لا بدون نص المبلغ. قال لهم يا جماعه ايه ده اللي حصل؟ قال له انت بقيت مهندس دلوقتي خلاص، انت مهندس حديث، انت كنت فني تاخد اكس مثلا مهندس نص. قال لهم هاتوا الشهاده مش عايز الشهادة. بس ما حد يندهني يا باشمهندس محمد. هل في فجوة بين سوق العمل والدراسة؟ دي فكرة سند برضه أو تواصل الأجيال. بالظبط كده. مش دحيح يعني دكتور. والطالب نفسه هل عليه دور، هل عليه الاكتفاء بس بالشهادة الجامعية لا والمقارنة لا لا الدراسية زي ما ولا قلنا هو طالب الشهاده دي ما هي الا زي شهاده ميلاد. وطبعا انا طلعت قدامهم عيل ولا اعرف لغه بلدي ولا اعرف حاجه خالص. البنت دي لما جالنا جهاز بيقيس السرعات بالري من بره، هي اللي شغلته لنا. الدرة ده عندي احلى حاجه جات لي في حياتي. يعني عايز يخطب بتاع بس ما يتجوزش. لما تعمل حاجه وما تنتظرش المردود يكون فوري. العطاء هو جوهر الحياة، بل هو أفضل ما في الحياة، هو أكتر شيء بيبقى ليك بعد الحياة هو العطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن حياتنا دايما مليئة بالصعوبات والتحديات اللي بتقابلنا في طريقنا للوصول لهدفنا، عشان كده بنحتاج دايما حد ياخد بإيدينا، حد يساعدنا، حد يكون سند لينا. عشان كده في كل حلقة من حلقات سند أو بودكاست سند على قناة المعيد هيكون معنا شخصية قدرت إن هي تتغلب على صعوبات وتحديات كتيرة قبل ما توصل لهدفها. عشان كده أصبحت قدوة ومثل يحتذى به، وأصبحت لينا بمثابة سند. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سند. يلا بينا. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست سند. النهاردة بالنسبة لي يوم مؤثر جدا، لأن احنا معنا شخصية بالنسبة لي سند وبالنسبة لي قدوة ومثل يحتذى به. تخرج على إيده أجيال، هو علم من أعلام مجال تكرير البترول. حصل على الدكتوراه من واحدة من أفضل جامعات العالم، من أفضل جامعات فرنسا، إيكول سنترال بليون. لم يكتفي بالمجال الأكاديمي أو العلمي، بل هو استشاري أيضا في المجال الصناعي في شركات تكرير البترول والبتروكيماويات. معانا ومع حضراتكم أستاذ متفرغ بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، أستاذنا أستاذ دكتور مصطفى عوض. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي، ورب فعلا اكون سند لكل العالم اللي تكلمت عنها باذن الله. إن شاء الله. طيب حضرتك تحب تقول إيه في البداية للجمهور؟ أو في البدايه احب كل اللي يسمعنا كده يستفاد من الحلقه دي ان شاء الله، واتمنى لهم كل التوفيق وكل السداد، ورب كده يكون نتائج الحلقه دي مرضيه ليهم، ويعني تبقى كده مكمله لحياتهم ان شاء الله. ان شاء الله. انا واثق ان هيستفادوا جدا جدا من اللقاء ان شاء الله. يا قبل رب. ما نبدا في القصه، انا بس عايز اول حاجه، احنا لما كنا حتى طلبه ونروح تدريب في شركات البترول، او حتى اشتغلت شخصيا بعد الكليه، فكنا بنروح لاي مكان ونقول احنا خريجين قسم هندسه تكرير البترول، فعلى طول يذكر اللي هو الدكتور مصطفى عوض. الدكتور مصطفى عوض دارس لكم يعني حضرتك علم من اعلام مجال تكرير البترول، فازاي حضرتك كدكتور جامعي قدرت تترك البصمه ديت على مدار الاجيال كلها؟ الحقيقه دي من فضل ربنا، وان انا بحس فعلا ان تلامذتي هم ولادي فعلا. بفرح جدا جدا ان انا فعلا قدرت فعلا اخلف ابناء ممتازين جدا جدا. وانا ما بعملش حاجه اكتر من فعلا اللي المطلوب ان احنا نعمله. الاثر الطيب دايما بيجي من اعمال الطيب. وانا فعلا بحب قوي قوي ان انا مهنتنا مبنيه على ان انك تحبها، وانس ان انت حبيتها بتلاقي فعلا ان النتائج بتبقى مبشره وممتازه. حضرتك كنت فعلا او ما زلت برضه شخصيه او قدوه لطلبه كتير او مهندسين كتير.
عايزين نعرف مين القدوة لحضرتك او الشخصية اللي كانت برضو مثل اعلى لحضرتك يعني. والله بالنسبة للقدوات في على تاريخ حياتي كتيرة جدا. بدأت يمكن من جدي. اه جدي، وأنا كان جدي يعني يمكن توفى وأنا عندي 4-5 سنوات بس. رحمة الله عليه. ومع ذلك أفتكر له إن هو كان أول موجه ليا في التعليم. ده دور المنتور، لازم في التعليم. منتور او موجه. يعني أنا كنت صغير جدا، عندي 4 سنين، بهرب من البيت ويروح يدوروا عليا وكلام من ده. أقول لهم أنا كنت في المدرسة. كنت اقعد على السور بره كده، على الرصيف بره. والمدرسه كان زمان بقى يقعدوا يقولوا 1 2 3 وانا اقول وراهم. قال لهم في المدرسه كان بيقولوا 1 2 3. فجدي فعلا كان هيضربوني. لا، جدي خدني فعلا وركبني حنطور، وجاب لي صينيه بسبوسه كبيره واداني الكتاب، وجاب لي لوح اللي هو الاردواز ده والطباشير اللي هو ما بيلوثش. وكان لما اقعد على القهوه يجيب لي كراسه واستيكه وقلم. فعلا القدوه الحقيقيه لجدي ان فعلا علمني من البدايه خالص يعني تعليم. زرع في حضرتك حب التعليم اصلا. بالظبط كده، بالظبط. وبعدين طبعا والدي، طبعا الله يرحمه، رحمه الله عليه. والدي يمكن قال لي جمله واحده. والدي في حياته كلها قال لي جمله واحده، فعلا بعتبرها برضه دي يعني كلمه مهمه، نقطه تحول يعتبر لكل جيل. قال لي كلمه واحده: اما تيجي تتكلم، قبل ما تتكلم فكر دقيقه واحده، فكر ثانيه واحده، قبل ما تقول كلمه فكر ثانيه واحده. ودي الحقيقه دي نصيحه لحضرتك بتقولها لنا دايما. بالظبط. في الهندسه فعلا بقول لكم قبل ما تحل المشكله شوف روت المشكله فين، شوف اساس المشكله فين. اذا لقيت الاساس هتحل المشكله. وفعلا دي مهمه جدا. الجمله دي الحقيقه لو كل بني ادم طبقها مفيش مشاكل. كل بني ادم قبل ما يتكلم الكلمه كده يحس هو هيقول ايه، مفيش مشاكل. كل المشاكل بتيجي من ايه؟ هي انت بتطلع كلمه مش معبره او كلمه مش في وقتها او حاجه زي كده، ويندم عليه بعد كده. بالظبط كده. ده طبعا والدي وجدي دول فعلا ما ننساهمش في حياتنا. طبعا والدتنا مفيش كلام، والدتنا مفيش كلام دي اعلى قدوه فعلا. وانا بعتبر اي انسان ناجح امه دعت له. دعوه مفيش انسان مش ناجح كانت امه مش راضيه عليه. وده يعني كلام ربنا، يعني ده كلام ربنا، مفيش كلام. فوالدتي برضو طبعا في الاساتذه اللي درسوا لي في نخبه عظيمه جدا 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 اكن لها كل احترام. منهم اللي توفى الله يرحمه، ومنهم اللي عايش. يعني يمكن اكتر واحد قدوه ليا الدكتور حمدي عبد العزيز، استاذ دكتور حمدي عبد العزيز. ده استاذ كيميائيه في جامعه القاهره، وده يمكن درس لنا في مرحله البكالوريوس للاسف بس سنه واحده. ولكن هذا الانسان كان بيدرس في الكليه في جامعه السويس. في الكليه طبعا. كنا طلبه في شبين. كانت الكليه مهاجر في شبين، وكان هو يعني من شبين تقريبا، وكان هو استاذ بجامعه القاهره. والحقيقه كان قدوه ما بعدها قدوه. هذا الانسان يمكن لحد الان عايش، الله عايش، ربنا يديله الصحه. هذا الانسان في تواضعه، في علمه، في اخلاقه، ده كان قدوه. ويمكن اخذت المواد بتاعته. يعني انا ماده تصميم اجهزه دي او عمليات مشتركه، الحقيقه دي هو اللي فعلا يعني ايه كان بيدرسها. طبعا. كان يخش لا ورقه ولا ورقه ولا قلم كده، على طول يقلع الجاكيت ويخش يشرح. كنت فخور بيه جدا ان انسان فعلا علمي اكاديمي. واللي هو كمان جاي من الصناعه. كان قبل ما يشتغل استاذ كان في مصنع نجا حمادي لتكرير السكر. فكان الحقيقه يعني ايه قدوه ممتازه جدا. برضو استاذ ثاني الدكتور احمد شوقي الله يرحمه، استاذ في جامعه عين شمس ميكانيكا. برضو كان من الاساتذه اللي هم درس لي نقل وتخزين. برضو من الناس اللي هو يعني مش استاذ، اب فعلا، اب وصديق. احنا كنا نخلص المحاضره وهو كنا في السويس، كان مدرسنا في السويس. كنا نخلص المحاضره وناخده نركب معاه الاتوبيس ونوصله لحد محطه القطر ونسلم عليه، وهو جاي نستناه. هو صديق وصاحب بالظبط كده. وطبعا بعد ما اتخرجت، قبل ما اتخرج هو كان بيدينا في 3 ماده. قبل ما اتخرج في سنه 4 اداني مشروع تصميم خط انابيب هوت بايب لاين باسوس القاهره، قبل ما اتخرج. وقعدت طبعا فتره التخرج بتاعتي وانا لحد ما توفى على اتصال بيه الى توفى. والحقيقه كمان من حظي ان هو ساكن في نفس الشارع في القاهره. في نفس الشارع اخر الشارع كان ساكن هناك. ودي يعني من الصدف اللي هي محببه ليا جدا جدا. برضه في الصناعه ليا قدوات كثيره جدا حقيقه.
اكترهم يعني الدكتور علي نزيه، ده كان شيرمان شركه سومد، كان صديق عزيز جدا، وكنت احب فيه ان هو برضه رئيس شركه سومد ومش محتاج اي مبالغ، يعني باخد مرتب خيالي، ومع ذلك كان يجي جامعه الازهر واروح معاه جامعه الازهر ونشتغل في المشاريع هناك، والفلوس حتى اللي كانت بيجي لنا نديها للعمال. حبه للعلم الحقيقه كان فوق الحدود، وكان طبعا اسمه علي نزيه، هو كان نزيه، كان باشا يعني، الناس اللي بحبهم جدا يعني في الصناعه. برضه المهندس احمد فوزي الله يرحمه، مدير شركه النصر البترول، برضه من الناس الافاضل. كان في مهندس وحيد سالم، حاج وحيد سالم، ده ما كانش مهندس بس مهندس، يعني مهندس. هذا الرجل قدوة قدوة قدوة، حبه للشركة فوق الوصف. نبقى كنا قاعدين في نادي شركة النصر كده، قاعدين بالليل في النادي نشرب شاي وبنتكلم، والمحافظ قاعد معانا وكلام من ده. أبص عليه قام خرج، يا حاج راح فين؟ راح أبص على الشعلة بتاعت الشركة. شعلة الشركة دي هي قلب الشركة، ما الشعلة مظبوطة يبقى كل نظام الشركة مظبوط. بص على الشركة ويرجع. هذا الإنسان برضه يحيى كان قدوة. الناس دول فعلا ليهم بصمات مهمة جدا جدا في حياتك. ده اللي بنقوله يا دكتور فعلا، اللي هو حتى كل واحد يجتهد ان هو يكون قدوة، لان غيرك فعلا هو عينه عليك. بالظبط. وهذا الانسان كلهم الحقيقة من الناس اللي هم متواضعين جدا وما خدوش اي حاجة. كان المحافظ السويس هو يقول للحاج وحيد، ده حاج وحيد خد لك شقة، انت يعني شيرمان الشركة وكل الناس بتاخد شقة. يقول له لا، انا عندي شقة في القاهرة خلاص، وقعدنا لحد ما امشي من الشركه. متشكر جدا. فالناس دي الحقيقه يعني سابت بصمات كبيره جدا جدا في حياتنا، واتمنى ان كل مهندسينا يكونوا على هذا المنوال. تمام يا دكتور، يصير فعلا ان القدوه هي محل تاثير كبير جدا جدا. طب عايزين، ليه حضرتك من البدايه اخترت كليه هندسه؟ هل كانت في خطه واضحه ولا حضرتك؟ انا ما اخترتش، احنا ما اخترناش. على ايامنا ما كناش بنختار. على ايامنا يعني ما كانش بقى فيه اللي هو ان الطالب بيفضل يذاكر بقى 24 ساعه والكلام من ده. انا رحت اخد درس، الراجل قال لي امشي على بعيد. رحت اخد درس. قال لي لا امشي انت ما تاخدش درس. ليه؟ قال لي انت كويس ما تاخدش درس. يعني ايه؟ ما وانا كنت باخد درس عنده عشان يديني تفاحه، كان بدي تفاح المساله، بدي تفاح. سنه كام؟ في الستينات. في الستينات. كان الراجل ده هو بدي درس، عنده ثلاجه في الاوضه كده، اللي يحل مساله يديله تفاحه، يدينا مساله اللي يحلها يديله جنيه. كنت انا رايح عشان كده. حضرتك بتروح فقال لي انت تروح انت وبتاع وكده. يعني ايه؟ ما كناش بنختار. انا جات لي مثلا ايه في ايام ثانويه، ما كنتش اقول لك بقى ان انا كنت بذاكر بقى اول والكلام من كنتش دحيح يعني. جات لي تجاره عين شمس. وكان ليا زميل الله يرحمه اللي هو حسن الشماخ، كان زميلي صديقي جدا الله يرحمه. جات له زراعه عين شمس. وخلاص اتكلنا على بعض، اتكلنا على الله ونروح. ووالدي حتى راح حجز شقه كده في المرج كده عشان اركب المترو واروح على عين شمس وكلام من ده. فلقينا حاجه اسمها معهد بترول في السويس، فتح الباب سنتين. يعني معهد فتح 1961. احنا كنا دفعه 63. وكانت والدتي برضو كانت فرحانه بالمعهد يعني وقلنا نرجع المعهد. عشان نرجع المعهد لازم نسحب ملفات، لازم نجيب ولي امري فين؟ احنا في القاهره في السويس. فخرجت انا وزميلي، كل واحد مضى استمر ولي امره، ودخلنا سحبنا ملفات ورجعنا على السويس. الحقيقه ما كانش في اي اختيار، يعني يمكن القرار كان صعب فعلا، يعني نرجع السويس ونبقى في وسط اهلنا، في وسط برضه، لان الدراسه ما كانتش سهله. يعني الدراسه كانت في المراحل دي. حضرتك كنت مقيم في السويس اصلا؟ موجود في السويس، كل العائله في السويس وكلام من ده. وكانت دراسه الصبح وبالليل. كنا ندرس الصبح ونخلص الساعه 2، نروح نتغدى، نرجع الساعه 4، نكمل الساعه 7. محاضرات تاني وسكاشن من السبت للخميس. السبت الخميس دي كانت الدراسه فعلا كده، السبت الخميس. ومع ان عددنا ما كانش كبير، كان قسم تكرير كله ده هو الدفعه كلها 32 طالب، سيكشن واحد، سيكشن هو محاضره. ففعلا ما كانش في اختيارات. يعني حضرتك اخترت هندسه بتروح الاول عشان هي قريبه من المكان. لا طبعا جينا بقى بعد اعدادي في كان اقسام، اخترت تكرير برضو عشان برضو السويس
معامل التكرير في السويس، شركه النصر وشركه السويس. كان ترتيب الاقسام برضو احنا برضه بالدرجات برضه، يعني انا كان ممكن اخش بترول مثلا. لكن يعني اخترت. عارفين اللي هم الخمس اقسام موجودين. لا كانوا 4. كان 4. كان 4. كان الاربعه ايه بقى؟ كانوا 4 اللي هو بترول وتكرير وفلزات ومناجم. ما كانش فيه فيه هندسه جيولوجيا. جيولوجيا. تمام. هي بدات يعني من 10 سنين بس. تمام. فالاختيارات كانت طبقا للظروف. وانا برضو ليا نصيحه في الحته دي، مفيش حاجه اسمها اختيارات. المكان اللي انت تروحه شاطر فيه. دي بتبقى بالظبط. عائق قدام الطلبه بعد اعدادي، يختار اي قسم. المكان اللي انت تروحه شاطر فيه. زويل راح كليه علوم. اختياراته يمكن كان عايز يروح طب، راح علوم بس بقى زويل. بس هو مختاره بناء على حب، هو حابب بالظبط الكليه. كده. بالظبط. وحتى لو حاجه ما جاتش على اختيارك حاول تحبها. ده مش في الدراسه، حتى في الوظائف. جات لك وظيفه مش لايقه عليك، حبها، هتلاقيها كويسه بعد كده، وربنا هينقلك لاحسن منها. يعني دايما حب الحاجه اللي انت فيها دلوقتي، هي هتحبك، مفيش كلام. عايزين نبدا من شيء مميز للدكتور مصطفى، هي امتحانات الاوبن بوك. يعني ممكن في الكليه كلها ممكن ما حدش بيعمل امتحان. لا والله في كم دكتور كده بس ما كملوش. بس هي معروفه مميزه. امتحانات ومواد الدكتور مصطفى معروفه، الطالب بيدخل. هو طبعا الاوبن بوك اصعب، يعني اصعب حاجه على الاستاذ انه يعمل امتحان اوبن بوك. اصعب حاجه فعلا يعني. يعني دايما عايز يجيب حاجه جديده، عايز يجيب مشكله الطالب ما شافهاش قبل كده. يعني دايما بتبقى انت مضغوط عن الطالب. طب جت منين الفكره يا دكتور اصلا؟ الفكره جت من بره. انا مدرسه بره ما كانش في حد بيخبوا عني الكتب ابدا. بيخبوا عني الكتب ليه؟ وبعدين يعني انا كاستاذ بخش معايا كتب، انا كاستاذ بخش معايا كتب عشان اشرح للطلبه، عشان اشرح للطالب. و15 محاضره، وساعات بيبقى احنا على ايامنا كان 30 محاضره، كان الماده كانت مستمره، كنا بنمتحن اخر السنه. فازاي انا اعمل كله كده يا استاذ واجي في الاخر اقول لك خش الامتحان من غير ورق؟ مش ممكن. ففعلا يعني وانا شايف ان دي هي طريقه عمل المهندس بعد ما يتخرج. اما يجي له مشكله مش هيخبوا عنه الكتب. دي الرساله اللي حضرتك بتوصلها، ولا هيجيبوا له مراقب يراقب عليه معايا، مش لا يخبوا عنه الطالب، ولا يجيبوا له مش حد يراقب عليه ولا كلام من ده. هيروح يبحث في المراجع او الحاجات اللي درس فيها. مشكله حلها لي. بالظبط. ديك مشكله حلها لي. وبعدين فعلا الاوبن بوك الطالب فاكر ان هو هيلم ورق ويخش بيه الامتحان. لا اوبن بوك عملها يعني يذاكر يحل بايديه. اللي ما عملش كده مش هيجاوب. لو اعتمد ان هو يلم ورق ويلم امتحانات قديمه ويلم مش عارف ايه ويخش يدور، مش هينجح. ده بالنسبه للامتحان التحريري. حضرتك برضو كنت قايل على حاجه في الامتحان الشفوي، ان هو الشفوي نفسي اعملها بقى الحقيقه. النهارده الحقيقه مهاره الاتصالات ده مهمه جدا. هو الامتحان الشفوي حضرتك ترى ان هو لا يمكن الاستغناء عنه؟ مفيش كلام يعني. بره شفنا الشفوي اكتر من التحريري. درجه الشفوي اعلى من التحريري. كانت نسبته ممكن كام لكام الشفوي؟ العكس. احنا هنا 60 مثلا تحريري. 60 تحريري و20 شفوي. لا العكس هناك. الشفوي له النسبه الاكبر، 60% شفوي. الشفوي ده طالب قدامك. بس هنا الشفوي هيبقى صعب جدا. الفكره اللي حضرتك الصداقات يعني هنا لكن الشفوي هناك هو الاساس. ممكن هناك الاستاذ يمتحن ابنه ويسقطه. يحب يسقطه. يعني الشفوي ده عباره عن انت فعلا المهندس او الطالب قدامك ورقه مفتوحه، تفكيره ازاي، بيجاوب ازاي، امكانياته عامله ايه. وطبعا هناك الشفوي ومبوك برضه يعني شافوا يعني مش معنى دخل اقول لك تعالى امتحنك شافوا كده، لا معاك حاجتك وبتاع واديك فرصه حل المشكله دي. جهاد منين؟ لو فتح كتاب كده وقال لي ان هو شاور عليه خلاص متشكرين. هو حلها. هو حلها. الشرط ده هو يسمع حاجه بالظبط كده. فالشفوي مهم جدا جدا. حضرتك عندك اقتراح لفكره الشفوي برضو؟ انا عندي اقتراح بقى الشفوي اني اكمله بمهاره الاتصال. يعني انا عملت الشفوي ده سنه 80. تمام. وسنه 80 دي لقيت مشكله رهيبه جدا في الكليه. مشكله رهيبه جدا. انت هتعمل شافوا ايه وطالب يخش في كتاب ازاي وهنراقب ازاي وايه؟ قلت لهم بصوا انا هدرس وانتوا هنمتحن. وفعلا قابلت مصاعب كبيره جدا وتحديات كبيره جدا. حتى والدي
كان ابني يقول لي انا بسمع شتمتي في الشارع، العيال الدرجة دي؟ بيشتموك. الدرجه دي؟ يعني حتى الطلبه ما كانوش شغالين على نظام الشفا. مم. احفظ ومساله تيجي هي واجاوب واخلص، ايه بقى اخش الاقي مشكله. حتى الطلبه كانوا مش متقبلينه بشكل ايه، بس هو ده النظام الصح. مم. ده النظام الصح الشفوي، الاوبن بوك ده النظام الصح. والحقيقه انا بفرح جدا النهارده بعد 40 سنه ولا حاجه، 40 سنه بيطبق النهارده في الثانويه العامه. يعني حاليا يعني الثانويه العامه بيطبق، الجامعه ما بيطبقش لسه ليه؟ لسه في السنه دي في الثانويه العامه او في اولى وثانيه بيدخلوا بالقوانين معاهم، مش كده؟ اه يعني انا بستغرب بصراحه. لك السبق في كده بالظبط. فنفسي بقى الحقيقه 2050 كده نسمع بقى عن مهاره الاتصال. بمعنى يا دكتور؟ بمعنى ان انا مسال الطالب وما يعرفش يجاوب، ومع الورق حتى قدامه ما يعرفش يجاوب، يتصل بحد يجاوب له. حد من الصناعه، حد من الصناعه يحل مشكلته. دي فكره سند برضه او تواصل الاجيال، بالظبط كده، ان هو يبقى في حد سند ليه. وحتى في الصناعه يحسوا ان احنا بنبص لهم، ان احنا بنبص لكم اهو، انتوا قولوا لنا مشاكلنا بنحلها ازاي. كونه اصلا يا دكتور يعرف يوصل للمهندس اللي ده في حد ذاته مكسب. ده مكسب. انا الحقيقه النهارده وانا قاعد كده بيجي لي مهندسين كتير جدا خرجتهم بيسالوني، انا نفسي بسال ناس، انا نفسي دكتور متخصص وكلام من ده، تقابلني مشكله بروح لواحد في الصناعه اساله. والله مش عيب، بس اعرف ازاي مين ده وهيجاوبني ازاي واستفاد منه ازاي، ده مهمه جدا. دي بعتبرها اهم مكسب ممكن يوصل للطالب بعد عشان يتخرج. اذا اتخرج فعلا معاه مجموعه من الناس اللي يقدر يتصل بيهم، ده انا بعتبره اكبر مكسب. وطبعا ده معناه ايه؟ اللي هو تيم وورك. ده تيم وورك، وده اللي هيلاقيه في الشركه. بالظبط كده بالظبط كده. طب على ذكر الشركه يا دكتور، الطلبه بعد ما يتخرج بيبقى فيه انترفيوهات وتقديم وامتحانات على الشركه، ازاي يكسب الوظيفه دي وان حضرتك برضو ليك باع في مجال الشركات؟ في الانترفيو احنا مش بنهتم قوي بان اللي قدامنا ده هو علمه عامل ازاي، يعني علمه خطير ولا مش خطير. بيهمنا برضو هو نفسه بعد ما اتخرج عمل ايه، قبل ما يتخرج عمل ايه، عمل اي انفستمنت في التعليم ولا لا، كدراسيا ولا انشطه. يعني انت هنقول له انت قعدت 5 سنين في الكليه والنهارده جاي لي بالك سنتين بدور على شغل، 7 سنين عملت فيهم ايه؟ والله في ولد بيقول لي انا كنت بشيل طوب. بشيل طوب اشتغل اي حاجه، بشيل طوب واطلع من دور الارضي لحد دور العاشر، شايله على كتف الطوب واطلعه. وحتى العمال اللي يضحكوا عليا، يا ابني انت شايل 10 طوبات احنا شايلين 20، انت قارع ولا؟ طب انت كنت بشيل طوب ليه يا ابني؟ عشان ادرس بعد ما اتخرج. انا خدت دبلومه من الجامعه الامريكيه في مجال كذا، ده على طول باخده على طول، ما بسالوش كونه ما قعدش فاضي، يعني شغل نفسه. بالظبط ان هو قدر يعمل انفستمنت لنفسه. واحد طول ما قاعد عمال يتدرب، عمال يعمل دورات، عمال يكتر في السكيلز بتاعته، مش مستني الشهاده بس. هو ده اللي احنا فعلا بنختاره. وفي ناس بيقولوا من الجامعه البريطانيه وجامعه امريكيه، وناس جايين من معهد العاشر، باخد معهد العاشر واسيب جامعه امريكيه. تحس ان ده راجل. التاني يقول لك انا قعدت سنتين ادور على شغل. في السنتين بتعمل ايه؟ بدور على شغل. روح دور على شغل، روح كمل دور على شغل. ففعلا هو بيشتغل في اي حاجه، يعني عامل رئيسي. ودي الريكويرمنت اللي احنا محتاجينها دلوقتي. محتاجين اللي يجي يشتغل يكون معاه فعلا شهاده، يكون عنده سكيلز. ده احنا بنجيب هنود في السخنه يشتغلوا، هندي اللي احنا كنا بنضحك عليهم زمان دول، بس عنده سكيلز، عنده مهاره، طور نفسه، عنده مهاره. ده اللي مطلوب. طب هل معنى كده يا دكتور زي ما ممكن طلبه كتير بتقول اللي هو اهم حاجه السكيلز والتقدير ملوش لازمه؟ لا مش معقول واحد عنده سكيلز وما عندوش وما جابش تقدير، يعني خلاص بقى انا اسيب التقدير؟ لا يعني لا 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 لا, لا. انا في الدراسه بدرس، في بره الدراسه بشتغل، بعمل سكيلز. يعني دي ما تغنيش عن دي. مش واحد يقول لي انا ما كنتش بروح المحاضرات عشان كنت بشتغل وبتاع، لا ما ينفعش. كل وقت زي ما بقولوا كل وقت ليه أذان. كل وقت ليه أذان. أنا طالب يبقى أنا طالب. عندي أجازة في الصيف، لا أنا مش طالب بقى دلوقتي، أنا حر نفسي وكلام من ده. أعمل بقى السكيلز. اتخرجت خلاص، أعمل السكيلز. أنا ابني يعني هديك حالة دراسية صغيرة كده. ابني صيدلة،
اتخرج يعني في اخر سنه في صيدله كده واخر ترم. اكيد بيتفرج علينا دلوقتي. اخر ترم كده قال لي بابا انا عايز اعمل دبلومه في الجامعه الامريكيه. يا ابني احنا في مدينه نصر وجامعه امريكيه في التحرير كانت مش في التجمع، كمان في التحرير. مسافه قد ايه وانت عندك سنه 5 وبكالوريوس وبتاع. قال لي الترم ده سهل شويه وانا هروح اعمل الدبلومه دي. في ايه الدبلومه دي؟ هو صيدله في الماركتينج تسويق. بعيد عن الصيدله، بعيد، انا شايفها بعيد. شايفينها، ولكن الدبلومه دي هي اللي شغلته. اكتسب سكيلز منها. بالظبط. يعني قبل ما ياخد البكالوريوس، يعني قبل ما ياخد الشهاده، اتخرج خلاص، قبل ما ياخد الشهاده كان معاه الدبلومه دي اشتغل بيها. ودلوقتي ما شاء الله في شركات مالتي ناشونال بايه؟ بدبلومه الماركتينج. هي شغاله. ففعلا بطلب انا من كل طالب يبقى عنده سكيلز، وطبعا اعلى انفستمنت في التعليم. بالظبط. يعني تشوف كده العائد الاستثمار في اعلى حاجه التعليم. طب على ذكر ده برضو، حضرتك قلت في الاجازه الصيفيه ممكن الطالب اللي هو يجتهد ويشتغل في حاجه تانية. طب الطلبه، هل حضرتك مع ولا ضد الطلبه اللي هو في اثناء فتره الجامعه ان هو بيشتغل برضه؟ لا، شو ممكن ينجح شو ممكن ينجح. احنا في طلبه كتير حتى يعني بتاثر في الحضور. احنا كلياتنا كليات عمليه. عمليه يعني ايه؟ لازم احضر 75%. لازم احضر 5 مينيمم 75% احضر. فأمر الشغل ما حد هيشغله يقول له تشتغل 25%. طب الدراسة أونلاين ما تغنيش إن هو يبحث عن المواد ديت وخلاص؟ لا مش ممكن. الدراسة أونلاين في إن أنا أزود بقى السكيلز بتاعتي، لكن الأساسيات لازم أونلاين. أساس الحضور ويحضر مع الدكتور لا يعني الأساسيات لازم أحضر، أما الإضافيات بقى أخدها أونلاين. والله هعمل دورة مش عارف في الريسك مانجمنت، أحضرها أونلاين وذاكر وكلام من ده. لكن الاساسيات مش اساسيات. قانون الجامعه بيقول 25%، غير اساسيات. قانون الجامعه بيقول واساس التعليم فعلا انا اكون حاضر مع قدام بالظبط. كل وقت ليه اذان. انا خلصت دراسه ابدا ابص على الشغل. عندي 3 شهور صيف بعد ما اتخرج، عندي فتره اعمل فيها السكيلز دي. وطبعا ما يمنعش في فتره الدراسه يكون فيها لازم سكيلز لازم. وبعدين ما اجي اتدرب ما اروحش شركات هي شركه القاهره تجريب بترول، شركه سويسرا تجريب بترول، شركه نصر تجريب بترول. لا، انوع. ما اخدش كده ايه اروح نفس الشركه عشان تجريب بترول ابقى اتدرب في 10 شركات تجريب بترول. لا، انا عندي لو راح شركه حديد صلب، لو راح شركه اسمنت، لو راح شركه طوب، لو راح سوبر ماركت، افيد من ان هو يعمل الحاجات دي. لازم ينوع تدريبه بحيث ان هو النهارده هندسه يخش في الاتش ار، يخش في الحاجات الهيومن معاه. يعني لازم ينوع تدريب، وكل ما يعمل انفستمنت في التعليم مهم جدا. دي سؤال برضو كنت هقول لحضرتك يعني قبل ما نسيب النقطه دي. حضرتك لما بنيجي نسالك يعني حضرتك تخصص هندسه تكرير بترول، فما نيجي نسال حضرتك في حاجات تانية مثلا زي في مجال انتاج البترول اللي هو الحفر او فلزات او جيولوجيا، فحضرتك بتجاوبنا او بتدلنا على المصادر. مهم جدا ان الاستاذ الاكاديمي ما يرتبطش بتخصص دقيق. طب والطالب، هل الطالب يركز على المواد بس اللي ياخدها في القسم ولا يعرف معلومات عن المواد؟ يعني الحقيقه انا يمكن عشان الحته دي بالذات جات لي منين؟ من التدريب. جات لي من التدريب ان اما بقى بكون انا انستراكتور لاي دوره تدريب ما بلاقيش تكرير بس. مش جايبين لي تكرير بس، جايبين لي تكرير، جايبين ناس بتوع صيانه، ناس ميكانيكا، ناس كهرباء معايا، ناس بتوع ماتيريال في الدوره. فانت عايز تكلمهم كل واحد باللغه بتاعته، ودي مهمه جدا. مهم جدا ان المهندس تكرير ده يبقى عارف لغه الاخرين. ازاي يكلم مهندس ميكانيكا، ازاي يكلم مهندس كهرباء، ازاي يكلم الراجل بتاع الصيانه ازاي يكلم مهندس تكرير. والحقيقه الحته دي الدول في الخليج ناجحه جدا فيها عننا بصراحه. يعني حضرتك عشت طبعا انا في التدريب من يمكن قبل ما اتخرج، يعني في التدريب من زمان. في التدريب الناس دي نجحت جدا 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 عشان التدريب بصراحه. انا كنت بروح الكويت من مثلا 20 سنه، الاقي جلابيات، لابسين جلابيات وتشيب وبتاع، واساله يا ابني انت ايه؟ يقول لي ثانويه عامه. انت ايه؟ انا دبلوم صنايع، وحاطط رجل على رجل شغال في شركه.
دول انا بدربهم دول. اه واسال واحد منهم، اجي اساله سؤال يعني كده في البتاع، يشاور على واحد هندي، يا بيتر شوف الدكتور عايز ايه. اقول له بسالك انت يا بابا انت؟ يقول لي انا ما بشتغلش، بيتر هو اللي قام بالشغل كله، اساله هو اللي هيقول لك. النهارده بروح بقى الكويت نفسها دي بالحاجه تانية خالص، بلاقي اللي بدرس لهم معاهم ماستر. ماستر في ومن ايه؟ جامعات عالميه ماستر اكيد. في التايتل بتاع الدوره. بيحضر الدوره؟ ماستر في التايتل بتاع طب الدوره بيحضر الدوره ليه؟ عشان يستفيد، مم. عشان يستفيد ياخد اللي الجزء. حضرتك قلته في الاول هي التعليم مستمر. خدت بالك؟ انا كنت بشوف في دورات في الكويت، يعني مره جات لي دوره كده ايه 7 سيشن، فكنت بروح مثلا مرتين في الشهر وكلام من ده، الاقي مهندس هناك هو خرب بيتك، انت كنت معايا الاسبوع اللي فات ولا ايه اللي جابك الاسبوع ده؟ ولا عندي دوره الاسبوع اللي بعديه عندي دوره، انت ايه ليه كده؟ ولا اصل انا مهندس جديد. مهندس جديد يعني ياخد سنه كامله تدريب. دورات تدريبيه، اللي احنا عندنا هنا يدوا مثلا لما تطلع معاش يدوك دوره. فالتدريب مهم جدا 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 جدا، هو فعلا الوسيله القادره على انها حل مشاكل اي شركه. التدريب ان هو يكون الطالب يعني عارف عن الاقسام كلها. التدريب ده هو يعني، وده اللي علمني بقى ان انا تخصصات مختلفه. لازم بقى اتكلم في الصيانه، اتكلم مع بتاع التكرير، اتكلم بتاع كهرباء، يعني ولغات بعض. الطالب ياخدها من دلوقتي ان هو يكون عارف معلومه عن كل شيء وهيتخصص وما في شيء. ينساش الفيلد بتاعه. بالظبط، هيبقى ديب ليرنينج زي ما بنقول، يعني ديب ليرنينج في التخصص بتاعه، انما يكون عارف ليرنينج بقى في الباقي، سيلف ليرنينج او عارف معلومات عنه يعني لازم على الاقل اللغات. لغه كل برانش مهمه جدا. طب بالنسبه يا دكتور للطلبه للمذاكره في الجامعه، ممكن الطالب بيختصر ده كله ان هو بيتجه ناحيه الملخصات، يستنى مثلا في اخر قبل الامتحانات الميدترمات عموما في الجامعات او في معظم الجامعات، يعني بيجي يذاكر من ملخص وخلاص، ما اتعلمش اللي هو ثقافه ان انا مثلا اروح لمرجع واذاكر من مرجع وكده. هل ده حاجه كويسه للطالب ان هو يعتمد فقط على الملخصات ولا مش ممكن؟ طبعا يكون حاجه كويسه، مش ممكن. اول حاجه يعني النظام الاوبن بوك لا مش هو كده. اوبن بوك معناها ايه؟ اني لازم احضر مع الدكتور الاول، وبعدين اعمل السكيمه بتاعتي اللي انا البوك بتاعي، يعني البوك بتاعي الكتاب اللي ادخل بيه. وبعدين انا هيجي لي مشاكل الدكتور هيحكي لنا عنها، فلازم مشاكل احلها بايدي. في طلبه يوم الامتحان يقول لك انا في فيجر ما عنديش، في تشارت ما عنديش، عمل سكيمه في تشارت ما عنديش دكتور، اسحبه من زميلك ايه؟ المفروض يبقى معاك كل حاجه. اما انت كنت بتعمل طول السنه بتحل ازاي؟ فالاوبن بوك ان انا ايه اديك مساله محلوله، اخد الراس بتاعها واحلها، الاقي باخد ساعه في حلها، وبعد الساعه دي غلطت 10 غلطات، اعيدها تاني بقت 3/4 ساعه، بقت 5 غلطات، احلها ثالث بقت تلت ساعه، مفيش ولا غلطه. هو ده الاوبن بوك، ان انت ازاي تحل المشكله. انت تخش الامتحان تمسك قلم تحل، لكن تبص كده وبتاع وتقول انا ذاكرت لا، تعمل ملخص تقول لا، ويعمل الحاجه بتاعته دي من المرجع، يعرف المصدر الرئيسي بالظبط، وازاي هو بقى يعني بخط ايده يكتبها، بخط ايده يكتب القوانين، بخط ايده يحط الايه، ازاي نحل المشكله لو جات لي كذا، واحد اعمل ايه 2 3 4، ارتب السكيمه ازاي اما اجي ادور. مهمه جدا. انا شايف الملخص يا دكتور ان هو ممكن بيديله حاجه بسيطه وبرضه بيكون متاثره بفكر اللي قبله اللي عمل الملخص ده. ممكن هو لما يرجع للمرجع يجيب معلومات اكتر، وبعدين ملخص يبقى معرفته توسع اكتر. مش مديله حلول، مديله مش مديله حلول، مش مديله الفكره دي والفكره دي والفكره دي، ولما مش مديله الكلام ده معاه. حتى لو هو معاه ملخص فيه كل الافكار ما حلتش بايدي مش هجيب، مش وقت الامتحان مش هيبقى كل يقول الامتحان طويل يعني ده ما ذاكرش بس. تمام. طيب نيجي المحور تاني يا دكتور اللي هو السفر الخارج والحصول على الدكتوراه. حضرتك حصلت على الدكتوراه من فرنسا من ايكول دي سنترال. الحظ الحقيقه حظي كان ممتاز ان انا يعني شفت احسن حاجه في التعليم هناك صراحه. طب حضرتك من البدايه حصلت على المنحه ديت ازاي؟ او لا المنحه دي عاديه، المنحه كان الحقيقه وزاره التعليم العالي عامله خطط يعني مش خطه، كان اول خطه في الستينات اصفر ناس لدول اشتراكيه، وكان طبعا اكترهم روسيا وبولندا ورومانيا والحتت دي، وطبعا البلاد دي كويسه.
كان روسيا كانت لسه كانت الاتحاد طبعا السوفيتي طبعا طبعا. انا كنت آه. في فرنسا وكانوا بيدرسوا الرياضه من كتب روسي. مم. لا، كانت اوروبا الاشتراكيه كانت ممتازه جدا جدا. فكان عبد الناصر كان عنده اتجاه يبني جيل من كده. في السبعينات جاء بقى السادات وكلام من ده، دخل بقى ايه موضوع الدول الاوروبيه. قال لك دلوقتي تمام. عملنا مدارس اشتراكيه نخش على الدول الاوروبيه. فكانت الوزاره بتطرح يعني دي كانت خطه الدوله اصلا، خطه حضرتك اللي الدوله. اخترته لا، خطه الدوله. وكان في اختيارات قدام وتبعت حضرتك؟ للكليات مم. تقول لها والله انا عندي كذا كذا، انتوا ناقصكم مجال ايه كذا، مم. نبعت فيه. فدي كانت بترشيح من من البعثات، ما كانش في اختيار. طب في موقف مميز أو احنا عارفين عن الدكتور طبعا حسه الفكاهي حتى في المحاضرات، واللي هو بيبسط المعلومه يقدر يوصلها للطلبه بطريقه فكاهيه. فعايزين موقف حاجه حصلت مع حضرتك هناك برضو، حاجه مميزه في موقف فرنسا. فكاهي. فرنسا هي انا درست في ليكول سنترال، ودي يعتبر يعني اعلى حاجه هناك. عندهم الجامعه تحتيها او يعني ايه اعلى منها الكليه طبعا. المعهد اعلى من الكليه. المدرسه بقى دي التوب. يعني المدرسه فرنسا المعهد كلها الكليه. فرنسا كلها ايكول سنترال. حتى بيسموها سنترال عشان ايه مش في كل الاقاليم. كانت في ليون دي. ليون وباريس. حضرتك كنت في ليون. يعني ودي بعد الثانويه العامه تتعمل مسابقه. مين عايز يخش الايكول سنترال؟ يخش 30-40 الف. عايزين منهم كام؟ 300 بس. 150 في ليون، 150 في باريس. بالظبط. ال 300 دول شبه تماما ال 300 اللي بيجوا لنا هندسه بترول. بالظبط كده، اللي هم اعلى مجاميع الثانويه العامه بقى. فدول العيال دول كانوا يجوا الطلبه دول قبل ما يجوا يخشوا مدرسه كان العقود يمضوها. يمضوا العقود. دول نخبه. شركات تجري وراهم. كانوا بيدخلوا المدرسه على طول ولا كان بيبقى بيتعمل لهم قبل الامتحان دراسه؟ ما هي مسابقه. بعد ثانويه عامه سنتين مسابقه. يعني بيقعد سنتين يدرس وشافوا كتير بقى امتحانات. وبعد كده بيبقى الامتحان بعد سنتين. طب اللي ما نجحش بقى، اللي ما دخلش الايكول سنترال، يخش بقى المعاهد والكليات، يكمل في المعهد والكليات. برضه درس كويس. ويخش بقى معهد وكليات. هو درس سنتين، يكمل 3 سنين بقى هندسه. 300 النخبه دول بيدخلوا في باريس وليون. دول بقى الحقيقه كان عندهم يعني مزايا لو اتحققت عندنا هنا في كليه بترول نبقى زيهم تمام. كل طالب في اوضه. حجره مدينه جامعيه، كل طالب في اوضه. المطعم بتاعهم زي المطعم بتاع الدكاتره. كل يوم في اكتيفيتي للطالب ده، كل يوم اكتيفيتي. ما في مش اشتغل خلاص، اشتغل هو طالب. يعني في ناس بتصرف عليه. التدريب في الشركات هتدربه. المشروع شركات تعمل له مشروع. يعني الطالب حاسس كده ان هو قاعد هناك مش عايز يروح اصلا. بالظبط كده. وده فعلا فرنسا بتستفيد من العيال دول اكبر استفاده. دول السفره بقى. دول ما بيشتغلوش فرنسا. اللي بيشتغل في امريكا، اللي بيشتغل في جنوب افريقيا، اللي بيشتغل في تركيا، اللي بيشتغل دول السفره بقى. الصفوه بتاعهم بالظبط. فدول الحقيقه يعني ده النجاح اللي في هناك برضو وانا بدرس. كان المشرف بتاعي طبعا فرنسي، وابنه طالب، ابنه 7 سنين 8 سنين كده. مش مصدق ان في مصري هنا بيدرس. قالوا بابا عايزين نعزم المصري ده، تعزمه لنا وبتاع. فطبعا انا رحت عشان معزوم. قال لك تعالى ابني عايز لقيت بقى ابن الدكتور ده هو مش اسمه ميشيل الولد. لابس بقى ومتأنتك وحاطط بيبيون والبدله وجاي وشايل كتاب تحت باطه داخل. ابوه قال له الدكتور مصطفى، قال له عرفني بنفسه. قال ميشيل. لقيت له فتح كتاب. عم لقيت الكتاب ايه؟ هيروغليفي. يخرب بيتك. الهيروغليف بتاعتنا دي. قال عمو بقى ايه؟ قلت له ابوه جاب له كتاب. اضحك عليه وبتاع. قلت له دي عين ودي بتاع ومش عارف ايه. بص لي كده وبص لابوه قال له بابا الراجل ده مش مصري، بيعرف يقرا هيروغليفي. وده فعلا برضو عظمه التعليم، ان هم يقول لك ايه، الهيروغليفي ده هو اول لغه قبل اللاتيني وقبل الفرنسي قبل الانجليزي. فيعلموا العيال هناك الحروف، مش يعلموه هيروغليفي يعني يكتب ويقرا. الحروف يقرا الحروف، يعني يقرا.
بس في حاجات ما يعرفهاش بس يقرا، أيوة. يعني يجي على المسله كده ممكن يقراها لك. وبعدين شامبليون هو اللي فكر موسى حجر رشيد. وطبعا انا طلعت قدامهم عيل ولا اعرف لغه بلدي ولا اعرف حاجه خالص، وبطل يعزمني بقى تاني. انت مش مصري، انت كده انت مش مصري. يعني هناك فعلا التعليم هناك صراحه حاجه صفر. طيب حضرتك اخدت الدكتوراه من هناك، طب ليه ما كملتش في فرنسا تدريس؟ لا يعني او اتعرض على حضرتك مش تكمل البيئه هناك؟ بتاعتنا. يعني هم هناك طبعا كل حاجه ممتازه وكل حاجه، بس في الاخر انت مش راح يعني مش راح تتعلم وتشتغل بس، ما انت عايز تتجوز وعايز يبقى عندك اسره وكلام من ده. مش البيئه بتاعتنا يعني. حضرتك سافرت قبل الجواز؟ يعني ايه، مش البيئه اللي هي اي حد يقدر يتاقلم عليها. اتعرض على حضرتك تكمل اكيد تدريس طبعا هناك؟ طبعا بس برضه عشان اكمل نفس الكلام، عشان اكمل لازم اترفد من الكليه الاول. وبعد ما اترفد من الكليه اشتغل هناك. يعني مش هي في اولويات بقى عند حضرتك. بالظبط. طب ايه الفرق من حيث البيئه كبحث علمي من هناك حضرتك كنت شايفه هناك وشايفه هنا؟ بالظبط كده. البحث هناك معتمد على لازم يكون ابلايد، حاجه عملي، لازم ابلايد. مفيش حاجه ادرس كده لمجرد ان انا احط عنوان وادرس عليه. لازم ابلايد، لازم في الاخر اطلع نتيجه. النتيجه دي هتستخدم، هتطبق. وعشان كده وانا بشتغل بيدوني فلوس. يعني الشركات دي عايز حل مشكله تبعتها لمين؟ الكول سنترال. احسن حاجه معايا. كان عندنا يعني مشروع خطير، مشروع حربي. مرسال داسو ده بتاع الميراج 2000 كان مدينا نعمل التوربينه بتاعه الطياره، وده سر عسكري. طياره ميراج سر عسكري، وحاطط ملايين دي عشان نحل هذه المشكله. وممكن تحل مشكله في حاجه صغيره، التوربينه بس. التوربينه اللي هي اهم عنصر في الطيار. التوربينه مدي شركه تانية موضوع مش عارف ايه، شركه ثالثه مشروع ايه. يعني ده دور الجامعات. بتعمل في حاجه عمليه. دور الجامعات لازم ما تشتغلش كده اي كلام. وده حضرتك اكيد كنت بتاكد عليه، اللي هو رسائل الماجستير او الدكتوراه المفروض تبقى المواضيع بتاعتها. اما يجي لي طالب لازم يكون معاه مشكله، او ازاي بيجيب الباحث النقطه اصلا. لازم يكون معاه مشكله، لازم معاه مشكله معاه. طب بالنسبه للطلبه، احنا اتكلمنا عن الامكانيات هناك او الظروف بيئه العمل. بالنسبه للطلبه هناك والطلبه هنا، حضرتك قلت اللي هو الايكول سنترال، الطلبه تعتبر هناك زي الطالب في الاخر الحافز. انت مدين حافز ايه؟ هنا الطالب محبط شويه. الطالب هنا بيخش جايب اعلى مجموع في ثانويه عامه، وداخل كليه بترول وتخصصات نادره وكليه نادره، بس بعد ما اتخرج اشتغل فين؟ اشتغل ايه؟ هدوني كام؟ ده بيقلل فعلا من النتائج اللي بتطلع من الطالب. هناك الطالب بقول لك قبل ما بيشتغل بيمضي العقد. يعني ما عندوش، يعني طموحه وصل للتوب خلاص، فما عندوش اي حاجه. هنا الطالب زي ما انت بتقول اشتغل عشان اكمل مش عارف ايه، بيضطر يشتغل فتره الدراسه. فايه الطموح قليل شويه. والمشكله دي انا ان شاء الله تتحل. يعني انا شايف ان الدوله النهارده اتجهت لحاجات كتير جدا مهمه، زي الطرق وزي الكهرباء وزي البنيه التحتيه. المرحله الجايه بقى نبني بقى، نشتغل في الصناعه. ومصر عندها الابيليتي انها تكون فعلا اكبر دوله صناعيه في العالم بموقعنا. الصين فين واحنا فين؟ احنا موقعنا خيالي. موقع مصر ده خيالي. ربنا حطنا في قلب الكره الارضيه. بحر احمر من هنا، وبحر ابيض من هنا، وافريقيا من هنا، واسيا من هنا، واوروبا من هنا. يعني مكاننا خطير جدا. على فكره المصريين كفاءتهم عاليه جدا وبشهادتهم. وكانوا يبصوا لنا كانوا استغربوا، انت ايه؟ مش انت بني ادم ولا مش بني ادم؟ ازاي تشتغل في الهند؟ ازاي تشتغل بعد الساعه 5؟ يعني احنا يعني عندنا كفاءه الطالب المصري، بس لازم يكون عندك ايه؟ عندك اداره. اداره تعمل لك تحط كده كترس في وسط مجموعه الدروس دي. وحكايه التيم وورك كده مهم جدا. طب حضرتك تقول لنا عوامل رئيسيه كانت هي مميزه للنجاح او اللي خلتهم وصلوا للنجاح ده؟ هم 3 حاجات يعني في اي دوله تهتم بيهم هتلاقيك ناجح. تمام. اول عنصر العدل. عنصر العدل ده مهم جدا. مساواه بين الكل. مفيش حاجه اسمها عسكري ووزير داخليه او وزير عدل.
كلهم زي بعض. وزير العدل في فرنسا السواق مره داس على خط ابيض في المرور. هناك عندهم طبعا الاشاره بتنور احمر للرئيس. داس على خط ابيض، لقى شاويش جه حط له كارت كده، حط له ورقه على الازاز: عندك محاكمه يوم الاربعاء. ولما جابوه في التلفزيون قال: والله لو ما عملش كده انا كنت حاكمته، لو ما ادانيش المخالفه دي انا كنت حاكمته. الا العدل، انك بتحس هناك ان انت ايه، مفيش فرق بين واحد والتاني. مفيش. نمره 2 الصحه. صحه مجانا 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 مجانا. مفيش مستشفى خاصه، مستشفى عام للكل. احنا كنا عالم ثالث ورايحين ندرس ببلاش وكلام من ده، وكان لينا رعايه صحيه كطلبه اعلى من الرعايه الصحيه بتاعت السفاره. يعني كنا نروح الدكتور نكشف ببلاش، يدينا روجيتا، نروح اجزخانه نديله روجيتا، ياخد الدواء، يحط الفلوس على التيكت على روجيتا، ويدينا دواء ونروح، ما ندفعش حاجه. ثالث حاجه يعني قلنا العدل والصحه والتعليم. تعليم مجانا 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 مجانا. مفيش حاجه اسمها مدرسه خاصه مدرسه حكوميه. احنا درسنا دكتوراه مجانا. مش مجانا، كانوا بيدونا فلوس كمان. كنا نشتري الاكل بتخفيض، نخش الاوبرا بتخفيض، نركب الطيران بتخفيض، نركب الاتوبيس بتخفيض، القطر بتخفيض، نعمل كطالب. الحالات تحت دول تحققوا فعلا في اي دوله، وخصوصا العدل والصحه والتعليم. العدل والصحه والتعليم دول لو انت بنيت عليهم. وزير الصحه مره غلط غلطه، لقى ان عنده ناس كتير جدا في الكوما، عنايه مركزه وكلام من ده، وبيصرف ملايين مليارات ومحدش بيجي يشوفهم وبقالهم سنين. فقال لك نديهم حقوقنا نريحهم. ايه كان ضرب، اتعامى ضرب. قدم سألته طبعا، تعبان، قدم سألته وشال. وجانا على التلفزيون، جابوا لنا واحد راجل عنده 90 100 سنه كان في الكوما شايلينه والبتاع على البتاع والانبوبه ورا ظهره شايلينه، حطوه على الكرسي وجابوه شال القناع كده، وقال لك انا بقى لي 15 سنه في الكوما زي الفل. حط القناع تاني. العدل والصحه والتعليم دول لو انت اهتميت بيهم في اي دوله مفيش كلام. الهند لما جم قال لك نهرو نهتم بالتعليم، نهتم غاندي ولا ما اعرفش مين فيهم، قال لك نهتم بالتعليم. نروح دوله فقيره، قال له مش احنا فقيره نهتم بالتعليم. والنهارده الهند ما شاء الله عامل ازاي. فعلا التعليم والصحه والعدل دول في اي دوله اللي تحققوا ما تستناش حاجه بقى خلاص. طب حضرتك سافرت بلاد تانية اكيد؟ كتير. كان في خبرات في بلاد تانية زي؟ والله انا اشتغلت في ليبيا، درست في ليبيا، وطبعا التدريب بقى عديت على كل العالم العربي، ومش العالم العربي كمان، بره كمان في الحقيقه. طب ازاي المهندس يدخل في مجال التدريب؟ نصيحة لك لو هو عايز. لازم الاول يعني ايه، يكون عنده شيء من اللي هيدرب بيه، يعني شيء، يعني يكون عنده معلومات انها يعني حد ادنى، يعني يكون كواليفايد، بمعنى ثاني يكون كواليفايد، عشان اللي مش هيدرب. يعني انا اما اجي ادرس في الكليه غير لما بدرب في الكليه بدي الطالب، لا انا بدي هناك لمهندس متخصص عايز يحل مشكله، فلازم يكون عنده الابيليتي دي، يعني قاري كتير معايا. وبعدين التدريب بيجي واحده واحده بقى، مش تبقى مدرب ناجح من اول دوره واثنين، تعرض لمواقف وحاجه اساسيه القراءه كتير، وان انت بقى تهتم بالقرايه كويس جدا، والتخصص اللي انت هترايح له ايه وتحضر له ازاي، يعني مهم جدا. طيب هل حضرتك اتعرض عليك تشتغل في شركه بترول ولا؟ والله فعلا في وقت من الاوقات كنا ليه علاقه ممتازه جدا بالدكتور الله يرحمه علي نزيه، وكان هو شيرمان بتاع سوميد. فقال لي يا دكتور تعال اشتغل معنا في الشركه. ده بعد ما حضرتك خدت الدكتوراه ولا قبل؟ وانا خدت دكتوراه، وكنا خدت دكتوراه يعني ب 8-7 سنين يعني. كنت انا وعلي نزيه بندرس في الازهر، بنروح يوم السبت ندي المشاريع في الازهر. وعلي نزيه كان شيرمان سوميد. فقال لي، وانا جبت علي نزيه في الكليه عندنا فعلا دارس عندنا برضه، وناقش مشاريع وكلام من ده. فقال لي تيجي عندنا الشركه تشتغل. قلت له ما بحبش الشركات وبحب ادرس وكلام من ده. فقال لي هي شهرين اجازه، انا اعمل لك عقد مؤقت تجرب. وانت بتاخد كام؟ هديك 5 مرات اللي انت بتاخده في الكليه. قلت اجرب.
رحت الشركه فعلا، لقيت شركه جميله وممتازه وبتعمل شغل حلو وكلام من ده. عملت ملفات هناك، والشهرين قبل الشهرين كده خلصت شغل جميل وهم فرحانين وانا فرحان. طب هاتوا بقى شغل تاني. قالوا خلاص كتر خيرك يا دكتور، هو ده اللي احنا عايزينه 100 100. طب بقى بدي كده اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ زي تعمل زي اللي بيعملوا عندنا، هتيجي وتقعد وبتاع. إيه انت زعلان ليه؟ قلت له علي باشا السلام عليكم. وفعلا ده قرار كان صح. يعني لو حضرتك رجع بيك الزمن لا تختار؟ لا ده قرار صح اللي انا خدته، لاني فعلا مش طبيعتي ان انا اروح اقعد وامسك الجرار. يعني المقابل المادي كان هيبقى اكتر كتير جدا، بقول لك 5 أضعاف لو انا عقد مؤقت. شركه سوميت دي بتديك عربيه مرسيدس، بتقول لك تعالى بيها بس الشغل، وكل سنتين تاخدها ترميها في البحر. يعني شركه بقول لك يعني حضرتك كنت عايز حاجه تبقى شغال فيها على طول، يعني في تجديد كل يوم. بالظبط. طيب تطرقنا للدكتوراه للموضوع، ممكن حضرتك تقول لنا التخصص سريعا بتاع حضرتك في التخصص؟ هو انا خدت في الدكتوراه، يعني انا كنت رايح على ترانسفير. طبعا خدت ترانسفير بس ايه مع فلويد ميكانيكس. يعني كان الموضوع كان ترانسفير مع كمان موضوع بليوشن يعني انتقال حرارة. طب ايه الكتب او المراجع اللي ممكن لو حد عايز يستعين بيها في التخصص ده؟ ممكن والله في مجالتنا في كتب بنسميها كتب الام. كتب الام دي اللي هي ولدت كل الكتب التانية. ففي ترانسفير في كتاب كيرن ده هو بروسيس هيت ترانسفير. الكتاب ده مدعم من اليونسكو، يعني بيتباع في الهند عشان عندها ورق رخيص والطباعه رخيصه، واليونسكو بيحط مبالغ من جيبه عشان الكتاب ده يطلع مثلا بمبلغ ايه ما يجيب مش حق التجليد، حتى يتباع للطلبه حق التجليد. هذا الكتاب محافظ على كيانه من اكتر من 70 سنه. هو كتاب الاب والام في الترانسفير. الكتاب ده او كيرن ده من القدوه اللي انا ايه قدوه بالنسبه لحضرتك اتكلمنا عليه في الاول. طبعا من القدوات اللي انا كنت عايز اسمي ابني عمر كيرن. والله عمر اكيد سمعنا دلوقتي كنت عايز اسميه كيرن، خدت بالك؟ ويخش في ترانسفير برضه دايما تكلمنا عنه في ليه يخش في ترانسفير. بس امه قالت لي هو هندلعه نقول له ايه؟ هنسميه كيرن وندلعه نقول له ايه؟ الواد دخل صيدله بقى والحمد لله. النهارده في ناس بقى زي كده بيحبوا كيرن. اما اخش على المراجع العلميه بلاقي في كيرن، بس مش كيرن الحقيقي، بلاقي في 4 5 كيرن كمان، مش كيرن، مش رونالد كيرن. ناس كيرن تانيين وبرضه في ترانسفير. يعني مش انا اللي حبيته في العالم لوحدي، لان الراجل ده هو الحقيقه من 70 سنه، سنه 50 كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الانرجي يا جماعه دي هتعمل مشكله معاكم. في الوقت اللي كان فيه البترول ببلاش، يعني امريكا كانت بتحفر على الميه تلاقي بترول، ما كانش في بوادر لاي مشكله، ما كانش في بوادر لاي ازمه. مشكله طاقه وكده. في طاقه ايه؟ هو تنبأ ده انا بحفر على الميه الاقي بترول. هو تنبأ بيه. فهذا الراجل العظيم جدا ده كمان تنبأ بيه ايه؟ وقال لك نعمل حاجه اسمها هيت شينجر. مش كده وبس، مبادل حراري. ومش كده وبس، والمبادل الحراري ده هو ما يكونش فيه فقط في الضغط عشان المضخم ما تاخدش باور. وهذا الكلام كله بيطبق الان بحذافيره زي ما قالوا من اكتر من 70 سنه. وطبعا في واحد اسمه لودفيج برضو. لودفيج ده الماني امريكي. لودفيج ده هو عامل كتاب هو استشاري. الراجل ده استشاري وعامل كتاب ما شاء الله من 3 فوليوم ب4 فوليوم دلوقتي. 4 فوليوم دول الفوليوم يعدي 7000 جنيه بس في النت ببلاش بنجيبه. الحقيقه الراجل ده هو الكتاب بتاعه Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants. تطبيقات صناعيه كلها، يعني تاخد تصمم. فدول الناس دول من الناس اللي هم يعني طبعا كتاب بيري كمان، او بيري بقى ده عيلة بيري ده هو الكتاب بتاعه مألفه 110 إديتور، 110 كاتب، 110، وهو بس بينشر. عيلة بيري دي بتنشر. كان جون بيري بقى مش عارف مين بيري بقى إيه، كل بدي ايه لأحفاده النشر. بس كتاب بيري برضه مدعم اليونسكو، برضه من الكتب اللي هو ايه الكيميكال انجينيرنج هاند بوك كيميكال انجينيرنج. فده من الكتب برضه اللي هي في يعني الكتب دي ما تتنسيش. احنا اشترينا بيري ده واحنا من اليونسكو ب6 جنيه مصري، ودلوقتي مش غالي برضه لان برضه مدعم اليونسكو. طيب من خبرة حضرتك في سوق العمل ايه الافضل بين اقسام الكلية حاليا؟ والله حاليا
يعني لو الدوله ناصحه ابص على التعدين. التعدين النهارده سينا وبرضه بعض ساحل البحر الاحمر عندنا تعدين مهم جدا جدا جدا. اللي هو قسم مناجم عندنا او التعدين. لا تعدين تعدين ومناجم مركب جيولوجي. دول الحقيقه اللي انا فعلا نفسي نركز بشكل مهم جدا. في ناس رجال اعمال شغالين بس الدوله مش داخله معاهم. يعني كرجال اعمال شغالين بس في مجالات قليله. احنا عندنا حكايه الرمل الابيض، عندنا الرمل الاسود، عندنا مناجم لا حصر لها، عندنا ذهب، عندنا فوسفات. الحاجات دي مهمه جدا 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 وبتمثل فعلا عصب مهم جدا، بس كونها في سينا عامله شويه. طب هل بتنصح الطلبه بقى ان هو يتوجه لقسم تكرير ولا فلزات؟ والله الطالب بيتوجه للحاجه اللي بيحبها. ازاي يختار الحاجه اللي بيحبها، مش هاخده غصب عنه. النهارده الماتيريال برضو مهم جدا، فلزات قسم التعدين. الماتيريال مهم جدا 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 جدا. برضو مش هنقول البترول خلص، عمره ما يخلص بترول، عمره ما يخلص. هذا السؤال كنا نساله، هل البترول طريقه صعبه حاليا مع وجود مصادر طاقه متجدده؟ بنسمعه من ساعه لما البترول طلع. هو هيخلص ساعه لما البترول طلع في 1870 كان يقولوا هيخلص، عمره ما يخلص. معاه في النهارده في التكنولوجيا لانتاج البترول هتحيي الابار اللي ماتت. انت عارف البر اللي مات يعني ايه؟ في 80% ريزرفوار وهو ميت. يعني كان في 100 النهارده قالوا مات. في كام؟ 80. في 80 بيحكم على البر ان هو ما عادش فيه بترول، في 80 هو في 80% بالظبط. فالنهارده التكنولوجيا بتقدم وسعر البترول بيزيد، ولا ما فيش حاجه اسمها حاجه موجوده في الارض ماتت. طب على كده دكتور تنصح الطلبه، يعني في طلبه كتير ممكن لو جالها في التنسيق كليه بترول بعد الثانويه العامه، ممكن الناس بتنصحهم ان هو يدخل مجالات تانية زي البرمجه او التسويق الالكتروني او الحاجات اللي علاقه بالتكنولوجيا. الكلام ده بيتقال لهم من غير ما نتكلم وبيجوا بترول برضه بيجوا بترول. فدي هم حابين برضه يسمعوا من حضرتك، يعني ما شاء الله في الدكتور جميع في الكليه وفي التخصص بترول، فهم حابين برضه. ما انا بقول لهم برضه اما تيجي كليه بترول مش بترول بس، احنا عندنا قسم تعدين ده هو المستقبل الحقيقي. قسم فلزات مهم جدا ماتيريال. ان انا الحديد قرب يخلص، ازاي اعمل ماتيريال شبه الحديد وكلام من ده. مهم جدا الماتيريال ده، يعني مجاله خطير. دخل النهارده في طب الاسنان، دخل يعني ماتيريال دخلت في الطب، يعني مهم جدا من الاقسام اللي هي مهمه جدا. قسم تكرير، لا صناعه البتروكيمياء. بص التكرير حتى لو البترول خلص في مصر، لو حتى خلص في مصر ما خلصش في السعوديه والعراق والكويت والبلاد دي. النهارده العالم كله مش عايز بترول، عايز منتجات بتروليه اللي هي صناعه البتروكيماويات، اللي هو منتجات بتروليه. يعني عايز نفطه، عايز سولار، عايز كده، عايز منتجات بتروليه. يعني مصر اكتر دوله ممكن تقوم المهمه دي، ان وجود شركه سومد بخزاناتها الكبيره جدا دي، وجود خط سومد اللي هو اسكندريه والسويس وخزاناته الكبيره جدا، ده يقوم صناعه تكرير في السخنه واسكندريه على نطاق رهيب جدا جدا جدا. وفعلا نحقق للسعوديه والكويت هدف انها بدل لما منتجاتها تتباع هناك، لا اوروبا جنب اوروبا. واحنا في التكرير صراحه مصر اما بروح الكويت بلاقي حاطين يفط شركه السويس تصعيد بترول هي اللي عامله المصنع ده. يعني في مجال التكرير مصر يعني يظل مجال البترول موجود. طبعا. طيب يا دكتور، سؤال تاني بالنسبه لحضرتك برضه دكتور في الجامعه وكده، هل اللي بيجي له فرصه ان هو يتعين بعد التخرج، يتعين معيد في الكليه، هل يتعين ولا يتجه لسوق العمل؟ التدريس دي لازم تحبه، لازم يكون عندك شغف ليه، بس لازم تكون بتحبه عشان تصبر على الطلبه. بالظبط كده. وبعدين للاسف يعني احنا بناخد المعيدين بالاول والثاني. خطا. دي نقطه برضه. خطا. هل كافي العامل ده؟ خطا. ايه العامل المعيد ده هو اول والثاني دول اخد اول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبعد كده احط بقى الجانب اللي هو ده يقدر ده يوصل معلومه. هل الطالب المعيد ده عنده علاقات اجتماعيه مقبوله؟ يعني مش عامل كافي ان هو لا
لا. تمام. في طلبه فعلا ممكن تقديراتها قليله بس عنده قدره رهيبه على توصيل المعلومه. بالظبط. بس ما كنتش واحد جاب مقبول يعني يبقى ده نموذج الطلبه بقى عايزين نجيب مقبول عشان نطلع موزه يعني كده. ايه في حدود يعني التدريس او التعيين في الجامعه يكون اول حاجه عنده شغف او عنده حب الحاجه. انا بعتبر قبل المجموع اللي هو العامل النفسي والاجتماعي والمظهر بتاعه يكون هيئه او بالظبط. طيب بالنسبه للتعليم الجامعي حضرتك شايف الطلبه او رايك في الطلبه دلوقتي بتاع الجيل الحالي هل مختلف عن الاجيال قبل كده؟ انا ما اجيبش الحق على الطلبه. ما كان طالب من 20 30 سنه بيلاقي فرصه يشتغل قبل ما يتخرج وكلام من ده بالظبط. فانا ما اجيبش الحق على الطالب النهارده اللامبالاه دي جايه من ايه؟ من في احباط داخلي برضه ان هو ممكن مش في احباط داخلي فرص شغل صعبه ان هو احباط داخلي. انا جاي وجاب اعلى مجموع وجايب مش عارف ايه. طيب لما اتخرج مش الكلام ده مش في هندسه بس بتكلم على كل التخصصات. حتى انا طبيب وشطرته 7 سنين دراسه ومش عارف ايه وامتياز ومش امتياز واخد 200,000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا بتاع. في احباط. فده اللي مخلي النهارده ايه الطلبه غير زمان. ما نقارن مفيش مقارنه ما نقولش ان الطالب بقى وحش. لا النظام بقى وحش بصراحه. النظام بقى وحش على الطالب برضو ان هو هل يجتهد برضو كده. طبعا هي دي التحديات بقى. هي دي التحديات ان انا مش لاقي مجال لكن عايز اعمل مجال. ودي برضو مطلوبه ان انا ارغم نفسي على اللي مش عايزني. زي الهندي كده. الهندي بيرغم نفسه على اللي مش عايزه. انا اقول مش هندي ايه شغل هندي ايه بس ليه ممتاز عنده سكيلز وطور نفسه عنده سكيلز في الحاجات اللي انا عايزها. دي هي مهمه جدا. انا ليا ابن اختي اتخرج من الكليه وراح اشتغل في دبي. دبي هناك عشان بتتخرج من كليه بترول واشتغل في دبي. دبي لما اشتغل هناك بدون تدريب. اول سنه تدريب اول سنه تقريبا. حظه في التدريب كله جه في الريسك مانجمنت والاتش تو اس مش عارف ايه كون شهادات وتدريب عالي قوي. لقى اعلان في شركه اسمنت في السويس سخن. قال لك قدم الورق ده خدوه على طول. لان فعلا موضوعات الريسك لاي شركه راس ماليه مهمه جدا. ان انا عايز احافظ على الشركه بتاعتي. عندي مشاكل وتيجي انت تبوظ الاجهزه وكلام من ده. لا الراجل ده هجيبه مش هضربه. حافظ على الحاجه دي. ادوا له مرتب الامارات. نفس المرتب اللي كان بياخده في الامارات. ادوا له مرتب لان هو عنده مهاره. هو فرض نفسه عليه. فهي دي مطلوبه. طيب بتكلم في طبيعه الطالب. هل حضرتك حتى بالنسبه للطالب بتحب الطالب المسالم؟ والله الطالب دلوقتي اشطر من زمان. دلوقتي اشطر من زمان. زمان ما كانش فيه كم المعلومات اللي الطالب يقدر يجيبها دي والبرامج والدنيا كلها والتكنولوجيا والاي والحاجات دي كلها ما كانتش موجوده. بس المناخ مش مهيئ ان هو يترجم. حضرتك قلت صعوبات وتحديات كتير. بالظبط. طب بالنسبه لطبيعه هل حضرتك بتحب الطالب اللي هو يكون مسالم وقاعد ساكت ولا الطالب اللي بينقد وبيسال؟ لا قاعد ساكت ولا بيتكلم كتير. يعني الطالب اللي هو قاعد عشان يفهم وبعد كده لما بيلاقي حاجه مشكله يسال. مش هقول للطالب اللي قاعد ساكت ده وانت وحش. يمكن قاعد ساكت وفاهم كل حاجه. لكن بحب الطالب يكون متجاوب. حتى لو فاهم يطرح اسئله. بس حضرتك دايما كنت بتكلمنا في النقطه دي. يتكلموا ويسالوا. اللي بيسال هديله درجات. اللي بيسال هديله درجات. اللي بيسالني سؤال كده يخش مزاجي هديله درجات وشفتوها. بالظبط. طيب بيسال انت قبل 3 درجات برافو عليك. ولو جايب درجات كامله اديله اي حاجه. بالظبط. معايا كنت تحرك ويسال. يعني مهم جدا. طب بالنسبه برضو للتعليم الجامعي دكتور في صدمه اسمها صدمه اعدادي هندسه. الطالب اول ما بيدخل في اعدادي في هندسه بيحس ان في صدمه. بالظبط. انتقل من ثانوي لجامعه. ففي طلبه كتير اصلا بتسيب كلها وتحول. تمام. هي اعدادي هندسه مشكلته ان كل اللي بيدرسوا فيه مش هندسه. تخصصات علوم. الرياضه ميكانيكا فيزياء كيمياء علوم انسانيه. مفيش تخصص لسه ما تخصص. فدي مشكله كبيره جدا قابلتها جامعه القاهره. حلتها ازاي؟ كان رئيس الجامعه دكتور فاروق كان هو هندسه ومسك رئيس جامعه ولقى المشكله دي قدامه ان الطلبه بتهرب وكلام من ده. فعمل ايه؟ قال لك الرياضه
ابعت ناس ميكانيكا مهندسين ياخدوا رياضه، ياخدوا فيزياء، قسم هندسه كيمياء ياخدوا كيمياء، قسم جاله ستاف مهندسين بيدرسوا في اعدادي. نكت المنظومه بالظبط. ليه؟ لان المهندس برضو عايز يعرف لغه الهندسه. اما باخد الرياضه يقول له اكس وواي وزد ومش عارف ايه اكس وواي وزد دول؟ يقول له في حاجه اسمها الماكسيمم والمينيمم. اعمل بهم ايه؟ لا، يجي المهندس يقول له بقى ايه، عندنا شركه وعايزين نشوف اقل تكلفه، عندنا شركه اعظم ربح، اسمها النهايه العظمى، اسمها النهايه الصغرى، مفهوم الحاجه، الفيزيكال مينينج. فالطالب بيصدم، انا داخل هندسه، طب انا كنت في ثانويه عامه ما نفس الحاجات دي يا جدعان، بس بلاقي بكتر واقفه. انا في ثانويه عامه ما خدت الحاجات دي. انتوا ايه؟ انا داخل ثانويه عامه. فالفيزيكال مينينج مش موجود، والكلام ده على فكره مش مطبق على اعدادي بس، في عندنا في التخصصات ناس بيدي برضه من غير فيزيكال مينينج، بيدي من غير فيزيكال مينينج، يديله المشكله، مش بيديله الحاجات اللي هو هيجيبها من المراجع، بيديها له داتا جيفن. اصبح طالب مش عارف مشكله ايه، بيجي يقول له والله عايزين نحل المشكله دي، خد 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 اجي اشتغل، ادوني ما فيش حد بيدي. دي ممكن السؤال برضو الطلبه بيسالوا، هل في فجوه بين سوق العمل والدراسه بسبب طبعًا النظام؟ طبعا فجوه رهيبه جدا جدا جدا. لن تكتمل هذه الفجوه الا بتكامل الصناعه مع الجامعات، مع التعليم. مفيش كلام. انت كصناعه بتعمل لي ايه عشان اعمل لك انا ايه؟ ودي اللي احنا اتكلمنا عنها بره. مفيش تعليم من غير صناعه، لازم يبقى في تكامل بين تكامل. انا بديك مشاكل حلها لي، بديك اللي انا عايزه اعمله اقدمه لي، بديك نوعيه الخريج اللي انا هشغله اخلقه لي. والطالب نفسه هل عليه دور، هل عليه الاكتفاء بس بالشهاده الجامعيه والمهارات الدراسيه؟ زي ما قلنا الطالب الشهاده دي ما هي الا زي شهاده ميلاد، شهاده ميلاده من الكليه، ان هو بثبت ان انا دخلت الكليه دي، لكن بكمل بقى بالسكيلز زي ما قلنا. التخصص مش يعني ما اجي اقول لك هندسه تكرير، مش هديك كل حاجه. وانا بقول حتى للطلبه في حته اسمها السيلف ليرنينج، اللي احنا بنكمله بالريبورتات، بنكمله بالتدريب، بنكمله بالدورات معايا، بنكمله انت بقى انت نفسك تدور. يكملوا يا دكتور كحاجه تكنيكال، كحاجه في المجال، وبرضه حاجه انشطه حضرتك كنت قلت عليها، الانشطه التطوعيه، وان الطالب يشارك في الانشطه. هل ده برضه جزء مهم؟ وبعدين انا كمان عايز اعمل دور مهم جدا، ان خريجينا يجونا الكليه يفهموا الطلبه بعد التخرج. بعد التخرج يعمل زي محاضرات او زي ندوات، يقولوا لهم احنا قابلتنا مشاكل دي اول ما اشتغلنا، احنا اتعلمنا ايه ولازم تتعلموه، الشركات حطت سبوت على ايه مهم جدا. دي عايزين فعلا نهتم بها جدا. يمكن احنا من الفتره اللي فاتت دي جبنا 2 ممتازين جدا، المهندس احمد يحيى والدكتور محمد فتحي، يتكلموا في الموضوع ده. انا عايز بقى الكلام ده يكون كونتينوس طول السنه، مش في مؤتمر طلابي، طول السنه كده بيجي لهم ناس مختلفين من شركات مختلفه، يقولوا السي في بتاعتهم، يقولوا مشاكلنا ايه، يقولوا احنا عايزين ايه، يقولوا مهمه جدا. والطالب عشان يطور نفسه بالذات، حضرتك قلت بالذات هيستغل فتره الاجازه الصيفيه لازم، فبيروح تدريبات. فممكن برضه سؤال كانت الطلبه تساله، ازاي يستفيد اكبر استفاده من التدريب اللي بيروحه في الاجازه الصيفيه؟ هو مش هيقدر ياخد كل حاجه اكيد من الشركه، فايه اكتر حاجه وازاي يستفيد اكتر استفاده؟ طبعا الطلبه يا اما بيكسوا يا اما مش عايز يتعب، فبيروح يؤدي دوره وقته وخلاص، هو ياخد شهاده وخلاص. ولكن هناك فعلا في كل الشركات اللي بيوديها دي ليهم زمايل ما بيروح لهمش. هو الطالب عايز يروح يجيب شهاده انه عدى الكلام من ده، يعني مش برضه مش هجيب انا العيب على شركات. الطالب لازم يبقى غلس، يبقى زي الدبانه دي، يقول له امشي يجي له تاني لحد ما فعلا مش هيتعلم الا كده. لازم الطالب يكون عنده اللي هي زي الدبانه بالظبط، اللي هي اصرار، العلامه بتاعه مدرسه ليون اللي حضرتك كنت فيها. انا قعدت في فرنسا مستني اشوف دبانه، والله العظيم قعدت فتره كده، يا جماعه مفيش دبانه هنا، ايه ده، نفسي اشوف دبانه. قتلهم كلهم. رحت روس سنترال ادوني فانيلا عليها الدبانه، قلت لهم الحمد لله. دي ايه بقى دي؟ قالوا لي الشعار بتاعنا. ليه واخدين اشعار؟
علشان غلسه يعني. قال له امشي خلاص، لا انا عايز لا انا ما عنده صبره، عنده ولد بيجي له قوه ضخمه على دماغه يرجع تاني. ما تقولش عندها فقد ذاكره، لا ده بقى مهندس عنده ذاكره، عنده كل حاجه، يبقى زي الدبانه كده، عنده اصرار. اصرار. فدور الطالب في التدريب ان هو يسال ويعمل علاقات مع والله احنا اتدربنا، ما كانش حد كنا بناخد ورقه وقلم ونمشي نرسم الخط لوحدك. هو ممكن الطلبه يعني بيكون مشغول اكتر ان هو ياخد صوره في الشركه بالظبط، يلبس الطاقيه مش عارف ايه، ياخد جزمه بتاع، لا ده حاجه كويسه او حاجه مهمه، بس الحاجه الاساسيه. وبعدين برضو التدريب لازم يكون فيه اشراف ميداني، اشراف ما سيبش الطالب كده من الكليه نفسها، من الكليه طالب عام مشرف من الكليه. وفاكر انا بعتناك في مشرف على الطلبه، ده اللي بينجح. يروح هناك مين مش عايز يدربك، لا وفعلا بتبقى حلقه وصل، يعني بتبقى انت دورك حلقه وصل بينهم. هو ده. طب في الاجازه الصيفيه برضو حضرتك اكيد لو حتى لو مش تدريب يبقى شغل، حضرتك اشتغلت في الاجازه الصيفيه قبل كده كشغل؟ اشتغلت طبعا. اشتغلت في التدريب ده مفيش كلام، تدريب واشتغلت مع سومد شغل مفيش كلام. لا اشتغلت مع الشركه العامه وشلنا مواسير، لا اشتغلت. استغل الاجازه اشتغلت. ما عشان انا اقدر اتكلم لازم انزل تحت. بالظبط. حضرتك مريت بمواقف كتير في الحياه التدريسيه اكيد، فعايزين موقف صعب حضرتك تنساه. ولا هو مش صعب قوي. وانا اما جيت من بره ادرس، لقيت تلميذ كان معايا في الدراسه. انا قعدت 5 سنين معيد، ورحت 5 سنين دكتوراه، 10 سنين لقيته في الكليه موجود. كان مع حضرتك في البكالوريوس؟ كان معايا، لا مش بكالوريوس، كان معايا في تانية في كده يعني. يا محمد بتعمل ايه؟ قال لي انا في بكالوريوس وبشتغل في شركه السويس بالثانويه العامه، ومعايا 3 مواد وكل شويه اسقط فيه، وعندي ماده عندنا. قلت له بص يا محمد، الماده اللي عندي دي خلاص، تيجي لي في اي وقت هقعد معاك وانا اوبن بوك والكلام من ده. طبعا هو من الخارج فما بيجيش وبيشتغل. انا نسيته وهو نسي وكلام من ده. يوم الامتحان بعدي على اللجنه كده، هو كان طويل قوي، لقيت واد طويل قوي كده قاعد في وسط العيال. خرب بيتك يا محمد. استنيته بره. يا محمد جاوبت؟ قال لي سبت اول سؤال واخر سؤال. خرب بيتك، هم 3. سبت اول سؤال واخر سؤال ازاي؟ تعوريني اول سؤال ده. قال لي ما جاوبتوش. قلت له ده مش سؤال، ده مش سؤال، ده انا بقول لك الامتحان اوبن بوك، اي اجابه ناقصه افرضها، اي معلومه محتاجه زياده افرضها، وتكتب كل سؤال في ورقه جديده. ده مش سؤال يا محمد. قال لي كمان انا ما جاوبتوش. قلت له الحمد لله ما جاوبتوش. اخر سؤال قال لي الجدول ده جيت ارسمه وما بيطلعش خط مستقيم ولا ايه الجدول ده. قلت له ده مش سؤال، بقول لك السؤال الاولاني الزمن قد ايه والدرجه قد ايه. قال لي اصل الامتحانات دي مش فرشه قبل كده صراحه وبتاع ومش عارف ايه. هم جاوب اللي في الباقي. قلت له بقى جاوبته. قال لي طبعا خد 0 برضه. خد 0. وكان في بقى دكتور بيجي درس عندنا، كان الرئيس بتاعه في السويس، كلمني قال لي محمد زهران يا راجل تديله 0 وبتاع وسقطه، ده دفعتك وكلام من ده. قلت له بقى المره الجايه السنه الجايه هديله اسئله وهجيب زيها وهعمل له امتحان لوحده. وفعلا وكلمت الدكتور الشاهد، قلت له فاطمه نجح الواد، راح الشركه خد لقب مهندس، كان بياخد مبلغ معين، لا بدون نص المبلغ. قال لهم يا جماعه ايه ده اللي حصل؟ قال له انت بقيت مهندس دلوقتي خلاص، انت مهندس حديث، انت كنت فني تاخد اكس مثلا، مهندس نص. قال لهم هاتوا الشهاده، مش عايز الشهاده بس ما حد يندهني يا باشمهندس محمد. هو على المرتب القديم عادي. وده كان يعني الطالب اللي هو اجتهد ولم ولم ينجح بعد كده. طيب نيجي للبحث العلمي. امتى الطالب يسجل ماجستير؟ هل مجرد ان هو ياخد بكالوريوس يسجل طالب ماجستير؟ ما يسجلش ماجستير الا لما يكون عنده مشكله. بتقوليش يتخرج الا المعيد. المعيد ده هو انا بقى انا اللي عملت التخصص بتاعه. انا اللي بعمل له المشكله اللي هيدرسها. ده حاله لوحدها. ده حاله لوحدها. انما يروح سوق العمل. لكن اي خريج ما يجيليش الا معاه في ايده مشكله. في ايده مشكله. هيعمل ماستر ليه؟ ما يكون في ايده مشكله.
طيب يا دكتور، في النهايات بتاع البودكاست كده معانا احنا برضو، الدكتور الجامعي هو مش مجرد مدرس للطالب، لا هو اكيد منتور للطالب وموجه للطالب طبعا في حاجات كتير في حياته. طبعا. فاحنا عايزين نسأل سؤال في جانب تربوي او في جانب الزواج حتى. الطالب هل في فترة الكلية هل مناسب ان هو يرتبط او يعني بخطوبة او لا زواج؟ لا هل لا دي حاجة كويسة ولا حاجة تعطله عن لا الدراسة اصلا؟ لا هو بصي، يعني ربنا والدنيا كلها عامله لكل حاجه وقتها. انا طالب، وبين الحمد لله انا بتخرج طالب ب 24 سنه. تمام. يعني مش لسه معاه وقت. معايا وقت، يعني معايا، يعني حتى لو هو معاه المبالغ الماليه والبتاع. لا حضرتك اللي هو حتى تزوجت بعد الدكتوراه. يعني عايز يخطب بتاع، بس ما يتجوزش. هتجوز هجيب عيل اجي لي المحاضره يقول لي كنت راح اودي الواد مش لا ما يعني يركز فتره الجامعه الاول في رايح دراسه. بالظبط، يركز فتره الجامعه، وبعد كده يا عم ده كويس لو اتجوز بعد ما يتخرج. ده انا يا رب يحصل كده. يا رب يحصل كده. طب نصيحه كأب برضه ليه، ازاي برضه يختار الزوجه الصالحه او البنت برضه ازاي بص كعامل رئيسي حاجه سريعه يعني. انا مش هتكلم فيه، ده الدين اللي هتكلم فيه، ربنا اتكلم فيه، الدين اتكلم فيه. طبعا الزوجه الصالحه اللي يكون متدينه، اللي يكون فيه كده كفاءه بين الاثنين، معاه كفاءه طبعا ماديه اجتماعيه ثقافيه، تكافؤ بين التكافؤ بالظبط، مهم جدا جدا جدا. طب في عامل التربيه برضه دكتور، يعني حضرتك لو لقيت طالب، حضرتك اكيد برضه في دور المربي، لقيت طالب مش مركز في المحاضره او نايم اصلا في المحاضره، حضرتك بتتعامل معاه ازاي؟ خلي زميله يصحيه خلي زميله يصحيه واقول له اذا كنت تعبان يا بابا احنا اكشف غياب واخرج وروح اتعالج. بتتعامل بقى بموقف تربوي مش مجرد ان هو لا خلاص. طبعا لا يعني ممكن يبقى في مشكله عنده او بالزبط. حاجه. لا مشكله عنده يجي له. واحنا في ناس فاكره ان الساعات المكتبيه دي عندنا في الكليه يعني يجي يحل له مساله. لا، الساعه المكتبيه ده هو ان يجي يكون عنده مشكله. وفعلا انا عندي نماذج كتيره جدا جدا جدا، يمكن اكتر شويه في برنامج الاستكشاف. ان ولد عنده مشكله بتجيله حالات مش عارف ايه. لا يعني الحاجات دي مهمه جدا، تراعي المشاكل مهمه جدا. طالب سوداني، طالب بتاع، يعني كل انسان بيبقى ليه عنده مشاكل. ده دور المعلم. دور المعلم لا مش هيقلل من دور برضو الوالدين نفسهم. هل طبعا دور المعلم برضو مهم نفس دور الوالدين؟ والله الاثنين مع بعض، الاثنين بيكملوا بعض طبعا، الاثنين بيكملوا بعض، مفيش كلام. الولد بيقعد عندنا في الكليه اكتر ما بيقعد في البيت، فانت دورك كان مهم جدا ان انت توجهه. طب وهل بالنسبه برضو للوالدين هل يجبر ابنه على اختيار حاجه معينه ولا لا يترك له الاختيار حتى في فتره الكليه او في عموم؟ لا ان هو المفروض الاختيار انا اوجهه بس، لكن ما ارغموش. تمام. انا في حياتي كلها ابويا ما اعرفش انا في سنه ايه ولا فين. حياتي كلها ما كنت اقول لابويا انا نجحت، تقول لي انت عصصت على ابن الكلب. في اعدادي كان عندي 12 سنه، خدت ملف انا من المدرسه الاعداديه، انا خدت ملف بايدي ورحنا انا وزميل ليا نروح صنايع، درس صنايع. بس ما كانش معانا مواصلات نروح فيها بورتوفيق من السويس. فروحنا الثانويه العامه، رحنا كليه تجاره، سحبت ملف ورجعت المعهد لا الحاجات دي انا بواجهه بس بقول له ده احسن ده بتاع، لكن هو تفكيره اللي هو ده مسؤول عنه يعني. وبين في المرحله دي اللي الثانويه العامه دي مش صغير الولد، يقدر المفروض ياخد قرار صغير. لا مش صغير. طيب في الختام في بعض الاسئله من الطلبه، وبرضو حضراتكم بتتفرجوا علينا برضو في اللي عنده اسئله ممكن يحطها في التعليقات طبعا والدكتور ان شاء الله يجاوب عليها، وان شاء الله يكون معانا في باذن الله. طبعا شرفنا طبعا. طلبه التعليم الفني والمعاهد دول اهم من الجامعي. طب هل الافضل يا دكتور بعد التعليم الفني والمعهد يدخل كليه ولا يدخل سوق العمل؟ بص انا شفت الفني في الايكول سنترال دي بتاعتي. كان الفني بياخد مرتب اعلى. كانت عندنا بنت مش راجل، كان بنت ومش فرنسيه، يونانيه. بنت يونانيه بتاخد مرتب اعلى من الرئيس بتاعنا. هو اللي بيقول انا بديها مرتب اعلى مني. دي بتشتغل في الشهر كله 20 ساعه
في الشهر 20 ساعه. بديها مرتب اعلى مني، فرحان ب 20 ساعه، واحنا بنشتغل كل يوم 7-8 ساعات. ليه؟ عشان بتعمل عمل فني ما حدش يعمله. الفني ده اللي ناقص مصر. ده اللي ناقص مصر. هو الطالب تعميل فني يا دكتور بيحس ناقص عنده ويروح ياخد ما كليه برضه علشان بعدها. ما فيش الايه. فهل الافضل ياخد كليه ولا يروح لسوق العمل؟ والله يروح سوق العمل بس يكون كواليفايد برضه، زي بتاع الجامعه يكون كواليفايد. البنت دي اللي بتاخد مرتب اعلى من كده كواليفايد. البنت دي لما جالنا جهاز بيقيس السرعات بالري من بره، هي اللي شغلته لنا. عندها خبره بالحاجه زي دي. يكون عنده فني، عنده سكيلز. وسؤال على اللي بره بتاع الزباله باخد مرتب عالي جدا، عنده سكيلز، عنده بيقوم بدري جدا ويلم الزباله. في مجال، كل المجالات فيها سكيلز، كل المجالات. طب حضرتك على ذكر المهندسات، هل مجال الهندسه مفيش حاجه اسمها مهندسات ومهندسين؟ هل مجال الهندسه صعب ليهم؟ لا بالذات بترول لا وعندنا نماذج. اكيد عندنا نماذج. عندنا بنات اتخرجوا بيشتغلوا في الحفر. لا بنات ايه؟ يا ريت احنا بنات. يعني مفيش مفيش مشكله. لا مفيش مشكله خالص. طيب في النهايه يا دكتور، عايزين حضرتك رساله برضو. معانا طلبه من ثانويه عامه اكيد بيتفرجوا علينا، فعايزين حضرتك توجه لهم رساله سريعه. ازاي مثلا هو هل يكون حاطط خطه للكليه اللي هيدخلها، او ازاي يختار الكليه المناسبه ليه؟ اللي بتاع الثانويه العامه ما يحفظ. لو حفظ هيفهم نفسه غلط. اللي بيحفظ ده عمره ما هيكون ناجح. بتاع الثانويه العامه ما تحفظش يا بابا، ما تحفظ. حاول كده تذاكر برضو بفيزيكال مينينج. يعني ايه فيزياء، يعني ايه كيمياء، بناخد دي ليه وما احفظش. افكر كده المشكله دي اجذرها وكلام من ده، علشان ايه ما اصدمش ان انا اجيب اعلى مجموع واخش بعد كده على نفسي خايب. وده بنشوفه كتير. بالظبط. وبعدين الثانويه العامه النهارده بصراحه احسن حاجه اتعملت حكايه اوبن بوك دي. يعني مش هتحفظش بقى خلاص، نظام الحفظ ده الغيه من حياتك. حفظ يعني ايه؟ يعني انا عندي مخ بيشيل كبسي قد كده، بفضل اعبيه، برميل اللي بعبيه، واخش امتحان افضيه، وقبل الامتحان تاني لازم افضي اللي فات ده. يبقى انا ما استفدتش حاجه خالص في التعليم. لازم اكون فاهم المعنى. بالظبط كده. طب رساله للي هو دخل مهنه التدريس او التعليم الجامعي، رساله من حضرتك. والله اول ما تعيننا معيدين قالوا لنا كلمتين اتنين: خد بالك من البنات والدرجات بس. الاثنين دول. حفظت على الاثنين دول خلاص. حافظ على الاثنين دول بالظبط. تمام. طب رساله للمهندسين اللي هم حديث التخرج، المفروض يعمل سكيلز. يعمل سكيلز ما يسيبش نفسه، يعمل سكيلز ان شاء الله، حتى في مجالات غير مجال بتاعه يعمل سكيلز. طب وازاي يا دكتور في الفتره ديت ممكن في ظروف صعبه كتير، ازاي يبني الدافع عنده للتعلم والدراسه، يبني حافز داخلي عنده مع ممكن في صعوبات كتير؟ ايه الحاجه؟ بس بابا اي حاجه، قانون الحياه في حاجه اسمها انفستمنت وحاجه اسمها ريتيرن، استثمار والعائد. معايا؟ في حاجه اسمها قوه دفعه، معايا؟ قوه دفعه ونتيجه للقوه الدفعه دي. انا بدور انا عايز اوصل لايه، معايا؟ لازم في قوه دفعه تدفعني. ازاي ابني الدافع ده؟ ما انا عايز اوصل لايه، احدد الهدف اصلا. انا اوصل لايه بقى، لازم في حاجه تزقني. ما تعبش بقى، مش زق ده، ان انا عاوز اوصل لهدف معين، احدد هدف. وبعدين في حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت. انا عايز بدور على العائد، لازم اعمل له انفستمنت. ممكن يكون وقت، ممكن يكون جهد، ممكن يكون شرط فلوس بس. بالظبط كده. تمام. طب اخيرا رساله للشباب عموما في العصر اللي احنا فيه ده، في العالم المتسارع. المفروض عالم متسارع، لازم انا اكون متسارع. اما انا حرامي واعرف اجري، لازم الشاويش يعرف يجري اكتر من الحرامي عشان يمسك الحرامي. عالم متسارع، انا اكون متسارع، يعني اعرف والله الدنيا بتتغير كده. والحقيقه النهارده الميديا مساعداني ان انا اعمل التسارع ده فعلا. تمام. يعني عشان اقدر امسك الحرامي لازم اكون اسرع منه، اتعلم علوم الجديده واطور السكيلز والمهارات عندي. بالظبط. واشوف الاتجاه متجه لايه. النهارده الذكاء الاصطناعي، الذكاء الصناعي ايه، حكايه البرمجه دي ايه، المهارات بتاعت الكمبيوتر ايه، اللغه عامله ازاي، ايه الفيلد اللي اتفتح جديد في الدنيا كلها. تمام. في اخر سؤال بنساله في بودكاست سند،
هو ان جيل بيسلم جيل. فحضرتك ممكن على المراحل التدريسيه اللي حضرتك درستها ما شاء الله يعني، ممكن شايف طالب او حد بيحمل سمات دكتور مصطفى شايف والله، عوض؟ شايف. فحضرتك ممكن شايف انا الطالب. شايف دكتور مهندس خلفته من غير ما اخلفه، واجيب سيرته دلوقتي، الدكتور محمد الحجر. محمد الحجر ده تلميذ كان عندي، اكيد بتفرج عليه. بتفرج علينا طبعا ده، وهو عنده كمان قناه ممتازه جدا، وهذا الانسان محب جدا ليعلم الناس. هو مصطفى عوض الصغير. حضرتك اتكلمت عنه قبل كده. فمحمد الحجر ده اتخرج من الكليه، عمل الماستر في موضوع مهم جدا معايا، التوفيس فلو. عمل دكتوراه في موضوع اهم معايا في الفلو اشورنس، وعمله في جامعه الازهر. جامعه الازهر ما بتقبلش حد في الصناعه يعمل دكتوراه. الازهر قافله، مفيش حد من الصناعه يعمل دكتوراه. الازهر ده الوحيد اللي دخل في الازهر وعمل دكتوراه، والدكتوراه بتاعته بيتنت، براءة اختراع. يعني عمل سيبريتور. السيبريتور ده بيتكلم عمل له مخ. السيبريتور معروف ان هو من الاكويبمنت اللي هي ستاتيك. السيبريتور الفاصل اللي انت بندخل عليه البترول وبيفصله لنا يطلع غاز عنك. ده معروف ان هو ستاتيك اكويبمنت. دخل يطلع غاز، لا ده خلاه ينطق، خلاه يتكلم. ما تخشش، خش تعالى بتاع والله. وكل ده بايه؟ بصمام $12,000 ولا كلام من ده. فاتعمل بيه بيتنت. يعني من ده مصطفى عوض الصغير ده. برضه في واحد يمكن خريج صغير، محمد عطيه ده متنبأ انا برضه ليه ان هو مستقبل ممتاز. دول من الناس اللي انا حتى ما بحب احتاج حاجه بكلمهم على طول. انت محمد خريج 2019 محمد، وبيعمل برضه مصر عندنا، والناس اللي هم برضه يعني نتمنى ان هم ان شاء الله. وطبعا انا مش هجيب اسامي، اكيد في بفرح أكتر. في كتير 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 والله العظيم بفرح جدا. في طلبه في الكليه هتخرجوا السنه دي، طالب اسمه حاتم ممتاز. حاتم ده في البرمجه والاكسل ممتاز. يعني انا بفرح جدا 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 ان فعلا ما شاء الله في اجيال. نتمنى وبتمنى بقى الاجيال دي تسلم اجيال، اكيد يعني اجيال تسلم اجيال. وانا كمان عندي معلومات نفسي حد ياخدها كده وينشرها للاجيال اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله يمشوا على خطى حضرتك ان شاء الله. يعني والمركز هنا يا ريت يقوم بهذا الدور، ياخد اللي عندي ده ويطلعه في شكل كده الشاف، يعني بشكل حلو ان شاء الله. يعني كفايه مجهودهم معانا في التصوير البودكاست، يعني ممتازين. شكرا جزيلا من صنمد ايجنسي. فشكرا لهم على توفير الفرصه ديت. شكرا جزيلا. وفي النهايه طبعا انا شاكر جدا لحضرتك، وانا يعني انا اول واحد مستفيد من اللقاء. حضرتك المشرف معايا في رساله الكل يستفاد. انا اتشرف حضرتك كنت المشرف معايا في رساله الماجستير طبعا وزي الدكتوراه. مشرف عليه. والحقيقه برضو بفخر جدا، اداني درع. الدرع ده عندي احلى حاجه جات لي في حياتي والله العظيم. يوم مناقشه الدرع ده احلى حاجه جات في حياتي. يوم المناقشه بتاعته كانت الشركه اللي هو عامل فيها مشروع مناقشه بتطبق مش مصنع مسنول. يوم المناقشه بالذات قالوا الشركه بتاعت انتاج الميثانول تعمل في السوق. هو ده الشغل، كان بتوجيهات هو ده الشغل، ان احنا نعمل حاجه فعلا هو ده الدوله عايزاه. أبلايد. شكرا جزيلا لحضرتك على اللقاء الباكر. والعفو. حضرتك حابب تقول كلمه شكر في النهايه؟ انا بشكر الكل وبتمنى للجميع، كل اللي سمعنا واللي ما سمعناش حظ موفق ان شاء الله. وبتمنى فعلا زي ما القناه بتاعتكم قناه سند سبورت، فعلا ان كل بني ادم يبقى سبورت، والفايده دي ما يبصش تحت رجليه، لازم في فايده. انا الحقيقه يعني عندي نصيحه مهمه جدا جدا جدا. اما تعمل حاجه وما تنتظرش المردود يكون فوري. المردود هيجيلك وانا حسيت بيها والله. في حاجات كتير جدا مردود جالي بعد سنه من رجوعي لليبيا، ارجع تاني بشكل مختلف جدا. عملت شغل هناك ما خدتش عائد مادي ساعتها، ولا عائد مادي ولا عائد اي حاجه. زمايلك يضحكوا عليا، انت عبوك وظلموك وبتاع، وانت عملت خدت ايه. لكن فعلا ربنا ما ضيعش التعب، ما بيضيعش حد. واوعى تعمل حاجه وتقول ما اتطبقتش ليه. لا، انت مقصر فيها شويه.
يعني في بيقابلني مهندسين كتير يقول له احنا مقدم لشركه مشاريع كتيره جدا جدا وخدها في الزباله. طب انت بابا قدمت دراسه اقتصاديه؟ لا انا عارف الموضوع ده مهم جدا يا ابني دراسه اقتصاديه. ففعلا لما تيجي تعمل شغل كمله للاخر كانوا على اتم وجه. واي حاجه انت حسيت ان انت ما حدش اداك مردود انت اتعلمت منها حاجات، اكيد ودي مهمه جدا. اكيد. شكرا جزيلا بشكركم لحضرتك جدا، ونتمنى كده في لقاءات تانية باذن الله. اكيد ان شاء الله. بإذن احنا الله. تعبنا حضرتك معلش لا مفيش النهارده، مشكله، وان شاء الله بقى في لقاءات تانية باذن الله. شكرا لحضرتك ألف شكر. وشكرا ألف شكر. لكم على ألف الاستماع. شكر. ألف شكر. زي ما بنقول دايما، هو العطاء هو جوهر الحياة، بل هو أفضل ما في الحياة. هو أكتر شيء بيبقى ليك بعد الحياة هو العطاء. وزي ما قلنا العطاء مش بس فلوس، إنما العطاء ممكن حتى لو معلومة أو خبرة حياتية بتوصلها اللي بعدك، لأنك بتكون لهم بمثابة السند، وفعلا ممكن تبقى نقطة تحول في حياتهم. فاوعى تبخل في حياتك إنك تكون سند لغيرك. شكرا لكم على الاستماع، ونتمنى يكونوا استفدتم من اللقاء، ونلقاكم على خير في بودكاست جديد من سند. كان معاكم عبد الله نبيل. سلام.